دايما بقولها وهفضل اقولها، عندك رأي قوله، بس استحمل بقى الرأي الآخر. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هبدة مرتدة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس. معاكم أحمد الرشيدي ويلا نبدأ حلقتنا. حلقتنا النهاردة مليانة أحداث، كل حدث أقوى من التاني. الزمالك إلى نهاية الكونفدرالية، الأهلي بيكسب سموحة ويقول أنا لسه موجود في الدوري والدوري ده بتاعي مش هفرط فيه. بيراميدز بيتعادل مع المصري، غير بقى مشاكل التحكيم والغرائب والطرائف اللي حصلت في الجولة اللي حاجة ولا الخيال. بس قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا تعالوا نرحب بضيوفنا النهارده في الركن الأهلاوي كابتن محمد العربي. اهلا بيك يا كابتن. حبيبي اخبارك ايه؟ حبيبي كويس؟ تمام زي الفل. الدنيا حلوه؟ كله تمام يا كابتن. الركن الزملكاوي كابتن احمد عبد الغني غنوه. حبيبي نور. حبيبي مبسوط انت؟ طبعا. ها؟ الحلقه اللي فاتت قلت لك مبسوط برضو، الحلقه دي مبسوط. احنا لحد لما الدوري والكونفدراليه تخلص افضل مبسوط. فيها ماشيه. كل كلمه هقولها في البرنامج ده هتبقى حقيقه ان شاء الله. نهايه الكونفدراليه ان والدنيا شاء الله بامر الله. صح؟ ان شاء الله كده بطولتين السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله واحده يوم واحد. لا ان شاء الله الاثنين. ان شاء الله دوري الاتنين. الكونفدراليه ان شاء الله قصدك بامر يعني. الله، وسوبر افريقي وسوبر مصري. بص انا وكله حاجه. عندي امل السنه دي ان شاء الله. ولو دخلت دوره رمضانيه تاخدوها برضه. هناخد اي حاجه. اي حاجه انت عايز تاخدها هتاخدها. طول ما الجمهور ورا الفرقه والفرقه كلها از تيم ان شاء الله. انت كنت في الاستاد في ماتش بلوزداد ها؟ الجمهور كان عامل حاله، جمهور حاله وملحمه وبجد والله والمنظر كان حلو، كمل الاستاد فعلا على الاخر بجد. يعني الحمد لله رب العالمين. لو في فضل بعد ربنا هو الجمهور نادي الزمالك بجد يعني. كان مالي الاستاد وعامل الاستاد وعملنا دخله طبعا اسطوريه، وبعد الماتش عملنا بانر كده جيم اوفر بقى خلاص اللعبه خلصت. بس كانوا جايبين واحد لابس احمر بلوزداد. اظن بلوزداد اكيد. اظن بلوزداد اكيد صح. الجيم مش اوفر، الجيم لسه مش اوفر. لا اوفر، لسه الجيم فيه. اوفر الجيم لسه فيه. جيم اوفر في الدوري. الدوري شغال. في الدوري لسه لسه شغال. قبل ما نخش على الدوري خلينا بس نكمل في كونفدراليه مع الزمالك. اتفضل يا كابتن. انت رايك في اداء الفريق؟ يعني هو وصل للنهايه كل حاجه، بس ده عاجبك؟ راضي عن الأداء؟ طبعا انا ما عنديش مشكله خالص في المستوى الفني في الماتش ذات نفسه. انا عندي الحمد لله رب العالمين قدرت اكسب في الجزائر في استاد نيلسون مانديلا، استاد المدرجات قريبه من الملعب، حشد جماهيري من الجمهور الجزائري. وانت عارف يعني انا بالنسبه لي رقم واحد في الجمهور العربي هو الجمهور الجزائري. ان انت تقدر تكسب جوه الجزائر بجون خوان بيزيرا ده حاجه ممتازه جدا. وفي ماتش الاياب في اللي كان في القاهره، لا الفرقه كانت ماشيه كويس. مفيش فرص تهديفيه كتير باستثناء الجون اللي اتحسب قصاد على عدي الدباغ، وكم هجمه على استحياء. سبايدر الماتش انذار مجاني وهيزعل عليه. وانا هو انت اهو هيزعل. اما نشوف. هو مش ما عندوش معلومه، يعني هو المفروض كلاعب بيبقى عنده معرفه. بص هي بقى الفكره بقى الحماس والفرحه والكلام ده. اللعيب الكوره عارف ان لما يقلع التيشيرت هياخد انذار. انا عادي، انا ماسك سبايدر مان وتعمل لي سبايدر مفيش مشكله وتاخد انذار وفي الاخر الجول يتلغي اصلا. يعني انت خدت انذار والجول اتلغى. لا انا ما عنديش ادنى مشكله لعدي الدباغ ماشي. بس اللي ياخد القرار حتى والجول يتحسب بعد كده سبايدر. لا عدي الدباغ الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس الحمد لله رب العالمين. الفرقه كلها ماشيه بشكل كويس. وخلي بالك لما الجون جه واتلغى والكلام ده كله الفرقه كلها راحت، فهم عارفين ان هم يعملوا قبل لو حد جاب جون او عدي لما يجيب جون اللي هيتم. فدي الروح الحلوه اللي هم لو عارفين دي مشكله اكبر، يعني حتى محدش عارف. عادي بقى مشي الدنيا يا رشيدي بقى. يعني انت عايز تمشي الدنيا وخلاص يعني. مشي الدنيا عاديها يعني. بلاش علاقه يعني. لو خد انذار الماتش الجاي هتعمل ايه؟ يعني المفروض 3 انذارات. 3 انذارات مش انا ما اعرفش هو معاه انذار ولا لا، بس هو لو هو ما عندوش كروت. هو ما عندوش قبل الماتش ما عندوش كروت. لو كان عنده كان هيزعل على سبايدر. لا هو اكيد عارف. طب حسام عبد المجيد عمل فاول برده مجاني جدا وبرده انذار. امتى؟ في انهي واحد؟ في الماتش بتاع بلوزداد. ما هو وارد عادي. طب ما هو انت وارد يمتص حماس الفرقه والفرقه. خلي بالك بس عشان بس نعطي يعني ندي فرقه شباب بلوزداد في ماتش الجزائر اخطر فرقه استحواذ على الكوره. الثاني في ماتش القاهره كورتين في العارضه وشوط واول ربع ساعه في شوط برده. خلي بالك ما ده طبيعي يعني. اولا انا محقق نتيجه سلبيه جوه ارضي، ما هو الطبيعي ان انا انزل خلاص. ما انا مغلوب 1-0 بس هنزل. التأهل ننسبه لمهدي سليمان بصراحه. لا هو التأهل ننسبه اخر الماتش شايل الكوره كان هيخش جول. وماتش الذهاب شال واحده في 6 يارد حلوه جدا. لا مهدي سليمان هو اللي وصل الزمالك. مهدي بصراحه مهدي سليمان بصراحه ماشي بخطه ثابته، والراجل يعني زي ما بيقولوا ايه ماشيه معاه وربنا مسهل له الدنيا كده. عشان الراجل ده اول ما جه كان بعيد وكنت قالت بيخش السكور، الراجل ولا بيتكلم ولا بيعمل مشاكل ولا اي حاجه.
فانت شايف ان هو يبقى الجول الاساسي لنادي الزمالك هو راجل المرحله خلاص، والزمالك داخل على ملحمه. هو راجل المرحله ويكمل الموسم، وان شاء الله ربنا يكافئه، عشان الراجل ده تعب، والراجل ده ان شاء الله لو سبب من اسباب اللي احنا ناخد الكونفدراليه والدوري ان شاء الله يبقى هو ماشي، ويلعب على صبحي ويلعب على عواد. كده كده صبحي بعيد. انا بقول لك اهو صبحي خلاص مع كابتن معتمد في المرحله دي، في المرحله دي هو الجول الثالث خلاص، الجول الثالث. انا بالنسبه لي صبحي خلاص، يعني انا بالنسبه لي كمشجع زملكاوي، والله لو سالت اي حد زملكاوي اقول لك انا الموسم الجاي مش عايز صبحي. بس انا كنت فرحان لما كان مترشح للاهلي وما جاش، انا كنت فرحان ان هو ما جاش. لو في حاجه كمان بس انا بقول لك هو من برنامجنا اهو الجميل اللطيف اللي الجو فيه جميل ده، تمام يا عم صبحي، متشكرين على الانذار اللي انت خدته في ماتش او الطرد اللي انت خدته في ماتش اوتو. انا والله انت بتشكره على الطرد؟ متشكر يا عم صبحي والله العظيم، انا متشكر جدا يا عم صبحي. انت بتشكره على الطرد والله عشان انت بتشكره يعني؟ والله لولا الطرد ما كانش مهدي سليمان لعب. لولا الطرد ما كانش مهدي سليمان لعب، علشان مهدي سليمان كان قبل برضه لما صبحي رجع من الاصابه، كان صبحي مصاب ومهدي لعب، بعد ما صبحي رجع من الاصابه هو اللي لعب. لا كان المفروض مهدي يكمل. طب وعواد؟ لا عواد خلاص بدا يعني عواد بالنسبه للزملكاويه المشاكل تتحل. لا المشاكل احسن جول في مصر. المشاكل ماشيه ازاي؟ مفيش كلام ده، لا مفيش كلام ده، لا مستحيل. ربنا لا ان لا يضيع اجر من احسن عمل. لا ربنا بص هي ممشيها عشان اللعيبه روحها كويسه مع بعض، ممشيها ان الراجل كابتن معتمد كده راجل طيب جدا. النقطه دي اللي انا بكلمك فيها، اللي بيحصل السنه دي مع الزمالك راجع كده الموسم اللي فات، الاهلي اول ما مشى كولر مين اللي مسك؟ عماد النحاس معتمد جمال. فهو انت فاهم في عمده وفي اعتماد في الموضوع، بس في حاجه نفس اللي عمله عماد النحاس مع الاهلي السنه اللي فاتت بيحاول يعمله معتمد. لا بس عماد النحاس في شويه، عماد النحاس هو خد الاهلي في 6 ماتشات بس، لا لكن كابتن معتمد اظهر. انا قصدي نفس يعني كابتن عماد النحاس ما اظهرش قدراته الفنيه مع، خلي بالك انا بقول لك اهو كابتن عماد النحاس ده مدرب كبير قوي، وهتشوف المصري مع كابتن عماد النحاس. يعني انا الحمد لله اللي انا عديت انا الحمد لله اللي انا كزملكاوي لعبت ماتش المصري وكابتن عماد النحاس ده مش موجود على فكره. كان الحمد لله رب العالمين ان هو لاعب المصري. طبعا عماد النحاس يمسك بيراميدز اتخذ المصري خد منه بونت. وانا بقول لك اهو ماتش الاهلي والمصري كلام كبير قوي، وكابتن عماد النحاس هيظهر الشخصيه، عشان كان بعض جمهور الزمالك كان بيقول اللي هو كان اصل ما بيلعبش بجديه مع النادي الاهلي ان زي نادي الزمالك. لا خالص، الراجل ده محترم جدا. انا خلي بالك اتعاملت معاه على المستوى الشخصي، راجل محترم جدا 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 جدا، وفنيات كويسه. لا راجل محترم زعلت منه في وان شاء الله كده يفرحنا وياخد اي حاجه من الاهلي، بونت بقى، ياخد 3 بونت، ياخد اي حاجه من الاهلي ممكن. يعني انت المقدمه دي كلها عشان ياخد اي حاجه من الاهلي؟ طبعا. يعني عمال تقول ده انا بحبه، انا عايز اخش ماتش الاهلي، انا عايز اخش ماتش الاهلي اللي جاي ان شاء الله اكسب بيراميدز، والاهلي وبيراميدز يتعادلوا، اخش ماتش الاهلي بارتياحيه. ما انت قلت فيه كلام حلو في محل صح كده؟ انت عايز تدخل ماتش الاهلي وانت مرتاح صح؟ دايما الزمالك كده خايف من الاهلي. ليه؟ دايما لا هو مش موضوع خايف من الاهلي. انا بقى بالنسبه لي الاهلي فرقه كبيره، الاهلي بطل افريقيا، الاهلي لازم اعمل له حساب، الاهلي فريق كبير، ده بالنسبه له زي الاهلي ما بيفرطش فيه. الاهلي فريق كبير، بس ارجع واقول لك قصور فنيه مش طبيعيه في مستوى النادي الاهلي السنه دي، اداريا وفنيا، واللعيبه بتنافس على بعض، واللعيبه بتنافس على بعض. طبعا اللعيبه بتنافس على بعض. وطبعا محمد هو اللي هيتكلم بقى في استفاضه عن موضوع الاهلي ده، عشان انا ممكن يكون هو عارف حاجات انا مش عارفها. لكن فكره ان النادي الاهلي برغم كل الفرقه والفلوس والاعلانات والكلام ده كله، وبالموقف ده وماتش سموحه، اصلا انا وكسب ماتش سوري ماتش بتاع سيراميكا ضربه جزاء، ماشي ضربه جزاء ايا كان ليها عليها وليها والكلام ده كله، بس انا ما استناش ضربه جزاء في الدقيقه 90 قدام سيراميكا، مع احترامي للكابتن علي ماهر وفريق سيراميكا. لكن فكري ماشي، بس لا بس هنرجع بقى تاني للنقطه، عشان برضو الموضوع ده برضو الحلقه اللي فاتت الراجل اوسكار رئيس لجنه التحكيم تمام جاب ماتش نسائي نفس الحاله، ارسنال السنه اللي فاتت نفس الكره في الدوري الانجليزي، في كاس العالم اللي فات نفس الكره. فخلاص نقفل بس الصفحه دي، خلاص الاهلي كده كسب سموحه. كان في كره شبهها في ماتش بيراميدز تقريبا اتحسبت بالظبط. لا ما حسبتش كره بيراميدز اتحسبت كده، لا مش كده، فهو لا مرفق عادي. لا ما هي لكن فكره ان انا اتحسبت
اتحسبت بس بيراميدز مش زيها مش حسبت زيها يا جماعه بالظبط، بس مش مش زيها. كده. طيب بصوا، بعيدا عن موضوع التحكيم، بس احنا نكمل في الكونفدراليه. راجل يعني فرحان، اتفضل يا كابتن. فاحنا مش عايزين نخش دلوقتي اتفضل. في حرب ها لا لا مش دلوقتي. وصراع. نهدى مش شويه دلوقتي. هنصارع، بس لا يا ايه، كابتن ولا حرب ولا صراع. نفرح مع الراجل. قول لي. انت اداء الزمالك قلت لي ان هو عاجبك، مش موضوع اداء، انا باخد بقى بالموضوع خلاص. انا هو ده وصل للنهائي بس تمام، خلاص انا بس اديت انت المهم. بتتكلم ادام بقى. بص ما هو لقدام، ده، ما هو ابص داخل لقدام. على لا الحلبة، لا الراجل أنا داخل على بالنسبة بيراميدز لي- وداخل على اهلي لا انا بالنسبه لي وهقول لك نقاط ضعف نادي بيراميدز وازاي الزمالك يقدر يلعب بشكل كويس وناخد اللي احنا عايزينه من الماتش، وهقول لك برضو ازاي ان النادي الاهلي العب قدامه والعب ازاي اعرف اخد منه اللي انا عايزه. بس طبعا لما انت يعني هنشوف الدنيا هتمشي ازاي من اول ماتش بيراميدز اللي جاي قدام الزمالك والاهلي كان هيبين ان الثلاث ماتشات دول ان شاء الله. هم اللي هيبينوا مين بطل انا الدوري. بتكلم الماتش الاياب اللي في القاهره لا عادي جدا. انا ممكن اللعيبه ركزت اكتر في ماتش بيراميدز، وكده كده احنا عندنا ادفانتج اللي احنا كسبانين في الجزائر 1-0 بجون خوان بزيرة. فلا انا عادي جدا عديت المهمه. الزمالك هو الزمالك معودنا لازم الحته دي ما ينفعش. السسبنس بتاع الزمالك جت فوتو جت في ماتش بلوزداد في القاهره، والمهدي يكمل كحارس طبعا أساسي. لا المهدي يكمل في المهدي خلاص يكمل انت شايف ان هو صبحي اصلا صبحي مش هيخش. انا بقول لك اهو من دلوقتي اصل انا 7 ما انتوا ماتشات في كلامكم يا الموسم. جماعه برضه، ما انا بقول لك اهو ثواني يا احمد، كلامكم انا بقول لك 7 ماتشات بنهايه الموسم. انا عملت لقاء مع جماهير الزمالك قالوا لي محمد صبحي حارس خلاص ايوه أفضل من فنان مصطفى كويس شوبير. فنان كويس. افضل من مصطفى شوبير لعب عليه اساسي في منتخب الشباب. لا جماهير الزمالك قالت كده، لا، لا، انا ما لا. بقولش الكلام ده، كان جماهير الزمالك انا راجل زملكاوي اهو. انا بقول لك عشان نقطع بس الحته دي ونروح لمحمد. انا بقول لك اهو مصطفى شوبير حارس مصر الاول حاليا، ومصطفى شوبير حارس مصر في كاس العالم اللي قادم. لا راجل يعني لا ممتاز جدا. مصطفى شوبير بعيدا عن ان هو ابن كابتن شوبير، خلينا نقول اوفا، بلاش نقول مصطفى شوبير، خلينا نقول اوفا حارس النادي الاهلي وحارس مصر وحارس منتخب مصر. الولد ده اثبت جدارته بشكل غير طبيعي. الولد بينزل في نهائي افريقي قدام الترجي من فتره، كان في حد كان ما بيلعبش كمان، ما كانش بيلعب، لعب قدام الوداد ولعب نهائي افريقيا بعد. الولد الله اكبر عليه، ثبات انفعالي، رد فعل سريع جدا، تراعي على الكوره بطريقه مرعبه، الله اكبر عليه، واقف على رجله. ولا بقى حارس شاب لسه صغير، هو مش لسه صغير بالمناسبه، ولكن الحارس ده اثبت ان الموضوع مش واسطه تماما، الموضوع ماشي بفنيات. الملعب احلى حاجه في كره القدم ان هي بتثبت في الملعب. يعني قصه ان صبحي افضل منه دي انت لا 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 انا بقول لك انا هكمل بقى كلامي على محمد. اللي انا اعرف مصطفى المدرب بتاعه وهو صغير، البرايفت كوتش بتاعه. الراجل ده كابتن شوبير الراجل ده حكى الموقف ده في حلقه من الحلقات ان كابتن شوبير زعق لمصطفى في مره ان هو نسي ادواته، اللي هو الكور بتاعته الادوات يعني المفروض اصلا مع الكوتش اللي هيجي يمرنه، بس قالوا لا لازم انت ادواتك تكون موجوده معاك. فده يدل على حاجه ان كابتن شوبير برضه ليه فضل كبير على مصطفى. والملعب باين موضوع. بصوا يا جماعه، بصوا اقول لك على حاجه، الواسطه ممكن توصلك تلعب براعم، تلعب ناشئين، الكلام ده كله، مش تلعب فريق اول، تلعب فريق اول قدام الجماهير قدام الملايين. لا الراجل اتفرج عليه في ماتش اسبانيا. الراجل ما شاء الله عليه. لا الراجل ما شاء الله عليه، هو شال كوره بتتشال. الراجل ما شاء الله، الراجل ما شاء الله هو حارس مصر القادم وحارس مصر في كاس العالم اللي جاي والحالي. طب انت مين اكتر لعيب عجبك في ماتش النهارده؟ لا الماتش بتاع بلوزداد، كمل ماتش بلوزداد. احسن لعيب في الماتش حسام عبد المجيد، احسن لعيب في الماتش حسام عبد المجيد. خوان بزيرة يا جماعه، انا عايز بس اتكلم في نقطه كده. خوان بزيرة هو نادي الزمالك، انت معاك قبل كده، هو نادي الزمالك. لا خوان بزيرة والاثنين السنتر باكين محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد بصراحه لاعب بيفرج على ماتش المدرجات في تناغم وترابط ما بين الاثنين بشكل مش طبيعي. دي حاجه كويسه جدا. اهم مركز في الملعب هو قلبين الدفاع، الاثنين بيلعبوا قدام مع بعض بقالهم كتير قوي. الناس عندهم ثقه فيهم، اللعيبه ذات نفسهم عندهم ثقه فيهم هما الاثنين. محمد اسماعيل مستواه ما كانش، وفي كام هفوه حصلت في الماتش ما عنديش مشكله خالص، ده طبيعي جدا، ولكن الاثنين عاملين تناغم كويس جدا. يعني انا مش حاسس بغياب الونش. يعني انا راجل زملكاوي، الونش مهم، راجل كابتن من كباتن الفرقه، لا مش حاسس في ضربه جزاء. لا انا مش حاسس بغياب الونش. لا الونش لعيب كبير برضه، فيها شك جامد يا كابتن. هو ده حته دبليو مصارعه بس من ظهر اللعيب برجليه. لا خالص والله. لا الراجل وقف، لا الراجل وقف. خلي بالك اصلا الحكم اللي كان بيحكم الشوط الاولاني الزمالك ليه حاجات كتير قوي ما حسبهاش، فانا شايف ان الحكم كان بس الماتش كان مش دون
المتوسط فنيا الزمالك، انا بقول لك اهو الزمالك كان او لعيبه الزمالك خلاص انا كسبت 1-0 في الجزائر، فالمهمه اصبحت سهله شويه. لسه بفكر في ماتش بيراميدز اللي جاي. الزمالك هيفكر من ناحيته. انت فكرت بقى هل شباب بلوزداد فريق قوي وعنده لا. المرمى؟ لا انا اقول لك مش بقى حاجه. بالشكل اللي حد شباب بلوزداد لا ثواني لا عادي جدا، كان ممكن يطلع الزمالك عادي جدا. بس انا اقول لك على حاجه، بس هو بيلعبوا بس كام عرضيه وخلاص على كده. انا فرقه شباب بلوزداد اسوأ خط فيها، ولو الفرقه دي حد بيسمعني او صوتنا هيوصل لحد من الجزائر، انا بقول لك اهو الفرقه دي ناقص لها سترايكر واحد قسما بالله. ناصر فينش. لا ده حته ثانيه، مفيش فينش خالص. تخيل مين الفريق بتاعه؟ تعرف انت الفريق بتاعه؟ محمد علي بن حموده مهاجم غزل المحله السنه اللي فاتت وبيلعب معاهم دلوقتي بعد انتهى. والراجل يعني الراجل كان جاي يلعب في محله عشان كده وراح بلوزداد بيلعب نص نهائي الكونفدراليه. محمد علي محموده تاريخ مع نادي الترجي التونسي، لكن خلاص بريقه قل. وقبلها كان اسلام سليماني طبعا. يعني لا كان قبلها بسنتين. لا بعد ما رجع من سبورتنج لشبونه يعني. بعد خلي بالك اسلام سليماني لحد دلوقتي بيلعب في امريكا. الحارس بتاعهم هو قوي جدا. الحارس بتاعهم انت بتقول لي كابتن علي فرج علي فرج. لا هو انا بقول لك اهو الفرقه دي الفرقه طبعا اللي كابتن علي فرج اقسم بالله بحبه جدا، من اجمل الحراس اللي لعبوا في الدوري المصري. بس الحارس كستايل. لا انا بقول لك اهو فرقه شباب بلوزداد فرقه قويه، فرقه مش ضعيفه. محدش يقلل يا جماعه من انجاز الزمالك. انا شفت ناس بتتكلم يقول لك اصل البطوله مش عارف ضعيفه، اصل مش عارف. لا يا جماعه البطوله يا جماعه ما فيش الكلام. يا جماعه الوداد لسه خارجين من الدور الربع نهائي قدام اولمبيك اسفي. يعني انا لاعب اولمبيك اسفي تمام، راجل فرقه ليها باع في القاره الافريقيه، يعني ولاعب اتحاد العاصمه ثواني بس، ولاعب يا اما لاعب اتحاد العاصمه تمام اللي خدت قبل كده سوبر من النادي الاهلي 2015. مش الفتره بالنسبه لك مش بطوله ضعيفه؟ لا طبعا مش بطوله ضعيفه. امال ليه لما قلت لما الاهلي جه لعبها وخد البطوله مع جريدو جماهير الزمالك قاعده تقول دي بطوله ضعيفه؟ طبعا هي البطوله الاولى زي دوري ابطال افريقيا. انا بتكلم وقت ما الاهلي لعب الكونفدراليه وخدها مع جريدو جماهير الزمالك قالت ان البطوله ضعيفه. عشان بس ايه يا كابتن احمد انا برد بس على جماهير عشان بس انا ما حدش يجيب سكير يعني. انا هدافع عن جمهور الزمالك. جمهور الزمالك اتكلم في النقطه دي لما جمهور الاهلي قال لك ده الكونفدراليه ضعيفه، فجابوا فيديوهات لما عماد متعب جاب في الجول في الدقيقه 94 بالظبط قدام سيما سبورت. تعالى يا باشا انت الكونفدراليه ضعيفه. لا انا رديت على النقطه دي عشان بس ايه. طب والنقطه الثانيه انا هدافع عن جمهور الزمالك. دوري ب3 نقط وتوقيت الجول نفسه. انت شفت محمد طاهر لما جاب الجول في سموحه عمل ازاي؟ هي دي بقى الفكره. توقيت الجول يعني انت البطوله بالنسبه لي انا كانت كارثه صدمه كبيره جدا ان انا بطل افريقيا 2012 و2013 وطبعا الظلم اللي حصل في 2010 و2011 كل الكلام اللي حصل للاهلي في افريقيا ده. انت خلاص انت بطل، بس احنا جينا بقى في وقت بنغير جيل فجاه بتلعب مع جريدو، بتلعب النهائي الذهاب بتلعبه في سيوي سبورت بتلعب ب 14 لعيب، انت رايح ب 14 او ب 15 لعيب بيلعبوا نهائي. فالموضوع كان ظروف وحيثيات الماتش كلها كانت صعبه جدا. وكان الفتره دي برضو شريف عبد الفضيل نزل بديل برضو يا كابتن. شريف عبد الفضيل لما بيلعبش برجله الشمال نزل بديل يلعب باك ليفت في ماتش فاكر. وخلي بالك كتر خير برضو الاهلي في الفتره دي عشان كان برضو مسبقه الدفاع الجوي والكلام ده كله، فالدنيا برضو ما كانتش مستقره. ما كانش في دوري. طب حته ان برضو جماهير الزمالك قالت ان السوبر الافريقي اقوى من نهائي القرن. لا مفيش حاجه اسمها اقوى. انا بتكلم بقارن كم نهائي افريقي الاهلي والزمالك لعبوا مع بعض. لا ده ما بقارنوش، ما كانتش دي مقارنه بين لا انا هتكلم عن نفسي انا وهتكلم بصوت جماهير الزمالك. كانت ما قالتش بطوله انا الافريقي اهم واقوى من نهائي القرن. لا انا مستحيل واحد زملكاوي كده. انا بقول لك اهو انا بقول لك اهو لا اتقالت ولا متهيألي انا بيخبر. اكلمك على الزملكاويه من وجهه نظر واحد اهلاوي. الزملكاويه اللي هو ايه انت كسبتني في نهائي قاري صح؟ وانا كسبتك في نهائي قاري وانا بقى كسبتك في نهائي قاري بالظبط زي ما كسبتك برضه زي ما كسبتك في جوهانسبرج برضه ايمن منصور في شوبير تمام. انت كسبتني قفشه وانا كسبتك ناصر المنسي. خلاص انا لعبتك 3 نهائيات افريقيا قاريه، 3 نهائيات قاريه. انا كسبت 2 انت كسبت 1 لو انا هتكلم بمنظور الاهلي. لكن لا البطوله الاقوى البطوله يعني مين كان اقوى بالنسبه لك؟ لا السوبر الافريقي ولا نهائي القرن؟ برضه لا السوبر الافريقي ولا نهائي القرن؟ لا مفيش نهائي القرن طبعا. نهائي القرن طبعا. طب انت عملت ايه في نهائي القرن؟ ولكن عملت ايه؟ السوبر خلص ايه؟ ضربات جزاء. انت عملت ايه في نهائي القرن اللي ما قفش جاب جول؟ قعدت 5 ايام قعدت طفيت التلفزيون اولا و5 ايام ما بنزلش بقى البيت خالص يعني. مفيش لا البطوله دي كانت صعبه بالنسبه لي جدا بصراحه. انت يوم السوبر الافريقي السوبر الافريقي لما ناصر المنسي جاب التعادل انت عملت ايه؟
انا كنت بتفرج في البيت طبعا الماتش زي ده انا مش هينفع اتفرج عليه في رد الشارع. فعلك اول ما احكي لي كده، انت هو كنت واقف الهجمه رايحه، ساند على كرسي، الهجمه رايحه الاول، وانت خلاص يعني ما جابش الجول، الهجمه رايحه من اول ما راحت الهجمه، انت عملت ايه؟ انا مش اول ما راحت الهجمه انا طبعا ممكن ازعل لك الجول. طب ازعل الجول اذيع كده الجول، قول هو هيعلق على الجول لو كان الجول، وانت بقى قول لي عملت ازعل الجول. قول. عمر راح، عمر تقدم، عمر مين؟ عمر جابر عرضيه ناصر منسي ذكرهم ناصر من كان بيذاكرهم بايه بقى؟ بنهائي جوهانسبرج كانت في ايد. وتذكرت؟ لا انا ما تذكرتش عشان ما اتفرجتش عليها. ما كانش فيها كابتن الكلام. قول لي بقى 94 كرسي رحت هبده على الارض كده اتكسر، وفاهم طبعا البيت كله اتلم عليا، بس يعني خلاص يعني ضربوك؟ لا اللي هو ايه مالك في ايه ده وبتاع. لا يا جدعان انا ما مستحملش اشوف الاهلي بيدخل في جون اصلا، ما بالك بقى في نهائي وسوبر افريقي وتعادل في البطوله، والزمالك عايز يبص قدام تركي آل الشيخ طبعا اللي كان منفعل جدا على اي ماتش ليه بعلاقه بنهائي قاري او اي حاجه افريقيه. هو مش عايز البطوله، هو عايز يكسب مين؟ انا عايز اكسب الاهلي زي ما كسبني في النهائي. عمر راح ماشي عادي. طب انت بس المانسي يذكروش معقول ازيك 5 دقايق في الماتش كاملين. انت بقى حضرتك كده يوم ماتش نهائي القرن، الموضوع كان صعب بالنسبه لي جدا والله بجد. تكمل 5 ايام دي انا عايزك في لحظتها. لا انا علق على الجول يا ابني، علق على الجول. هل هو معلول ام لا؟ لا احذروا الكوو القاضي يا ممكن. ايوه بالظبط اول ما فعلها علي معلول. عملت ايه؟ والله منه لله مصطفى غربال وط، عارف لو كانت شوطه كان جت في وشه. هو يعني ذنبه ايه طيب؟ طب ما تقول منه لله بن شرقي ليه؟ عشان ما ضغطش. عادي ما ضغطش برضه عادي. ولا ابننا وحبيبنا الكابتن محمود علاء احسن مدافع في مصر، اللي طلع الكوره بتاعت حسين الشحات لبره علشان انا بس انا الكوره بتاعت العرض بتاعت حسين الشحات لما مسك دماغه كده حقيقي ردت خبطت في رجل محمود علاء، كانت المفروض ترد في الشبكه. انا ما اعرفش لحد دلوقتي الكوره دي ما دخلتش ازاي. حسين الشحات نفسه بيتكلم على الكوره دي بيقول لك انا خلاص شلت الليله والجمهور خلاص هيستلمني والدنيا اسودت في وشه. فلسه محمود علاء كان عارف مصلحتنا لان انا هعوضكم. اصبر بس والله مع ذكر قفشه استنى بس. الكابتن محمود علاء بحبه جدا ومدافع قوي جدا ومن اقوى المدافعين في التاريخ يعني في الدوري المصري اخر 10 سنين. بس هداف المدافعين 53 جول. انا ما بعترفش بالمدافع ان هو يقول لي هداف. حضرتك بتدافع، مهمتك الدفاع، بتجيب اجوان، دي حاجه كويسه، لكن حضرتك بتدافع هو بصراحه كده مدافع قوي. بصراحه موضوع محمود علاء ده هو خد يعني هو تحمل ستريس كبير قوي من جمهور الاهلي. هو ما عرفش. في لعيبه خلي بالك، في لعيبه بتتخطى المرحله دي لكن هو ما عرفش يتخطاها بصراحه. بس ما قلت لك ايه حسين الشحات قال لك ايه؟ قال لك انا الدنيا اسودت في وشي، انا اللي ضيعت النهائي. بس في الاخر خلاص يعني مشيت. على ذكر قفشه بقى، قفشه ماشي على برضه خطى القاضيه ولسه جايب قاضيه مع الاتحاد. انا بقول لك مع الاتحاد في اقول لك بقى اخر الماتش واحتفل انا الراجل مع الجمهور. اصل هو دلوقتي يعني لا اقول لك بقى احتفال كريستيانو رونالدو بتاع اسكندريه. احتفال بقى الجمهور، احتفال الجمهور ليه بقى؟ الراجل ده محترم لدرجه مرعبه. انا بعشق قفشه يعني. انا بعشق قفشه. الراجل بعد ماتش الاتحاد والزد اللي فات جاب جون زي جون ناصر منسي زي جون ناصر منسي. الكوره برضه جايه من ورا المدافع راح سابها خبط رجله نزله فريستايل على جول كبير. عمل ايه بقى الراجل ده بعد الماتش؟ مان اوف ذا ماتش مين؟ محمد مجدي قفشه. قال لك لا، راح واخد الجايزه، راح جاري لعيب اسمه تقريبا جوده، لعيب من الاتحاد، وحتى واخد سلم الورد مع مرضاش ورد، راح واخد الورد. جماهير الاتحاد بتحب تفرح الراجل استغنى عن المان اوف ذا ماتش، راح متصور عشان لازم يصور بيها جايزه. لازم يصور بيها عشان يترتب. وبعد كده اداها لخالد جوده. الراجل ده يعني بصراحه موقف نضيف، وخلاه هو ياخد الورد مرضاش. ياخد اتنين مان اوف ذا ماتش ورا بعض في نهائي دوري ابطال افريقيا في سنتين ورا بعض. قفشه لعيب كبير. لا هو بصراحه محترم، قفشه لعيب كبير ويستاهل كل خير حقيقي. مبروك وصولك النهائي الحمد لله رب العالمين. ركزنا الماتش الجاي ان شاء الله ماتش بيراميدز. هنركب الطياره دلوقتي، نرجع بلدنا بقى من افريقيا ونرجع على دورينا. دوري نايل. الاهلي كسب سموحه 2-1 بصوت الجمهور. يعني الجمهور هو سبب فوز النادي الاهلي يعني بغض النظر. والاهلي لسه بيقول انا لسه موجود في الدوري، ما بعدتش، وفي فرصه كبيره جدا ان انا اخد الدوري عادي. ده النادي الاهلي بيقول كده. انت رايك في الموضوع ده؟ جمهور الاهلي مظلوم
مظلوم حرفيا. احنا اللي شافنا زمان عارف دلوقتي، وشوف دلوقتي لا يعرف ان في جمهور للاهلي. لكن دلوقتي الشباب الله اكبر يعني بحضر في وسطهم، لا الشباب الله اكبر بتحاول تعمل اللي عليها وزياده، ايا كان العدد ايه، كتير قليل. بس انت عارف ان برضو في ظروف استثنائيه بتحصل مع جمهور الاهلي بتخلي ان الاعداد الى حد ما قليله شويه، مشاكل ومش هينفع يعني. خلينا نتجنب الموضوع ده، خلينا نركز في الدوري المصري لسه في الملعب، كده لسه في الملعب. والاهلي معودنا دايما ان هو يعني لحد ما الدوري يخلص، لحد ما الدرع يتسلم، كابتن سيف زاهر قال ايه بعد ما الماتش خلص؟ قال لك لحد ما تركب الاتوبيس ما تامنش للاهلي، مش لما الحكم يصفر، قال لحد ما الحكم يصفر. بعد كده راح قال لك لا ومش الحكم يصفر كمان، لحد ما تركب الاتوبيس بتاعك ما تامنش للاهلي. فالاهلي لسه قدامه الدوري في الملعب، ويمكن الظروف تخدمنا. كده احنا عندنا مشاكل اداريه كتير، عندنا مشاكل فنيه كتير في داخل الفرقه. المدرب يعني انا يعني حتى الان مش متفاهم فكره ان انت مش قادر تمشي المدرب علشان موضوع الفلوس. لا، انت اللي عمل العقد ده المفروض مدربين ثانيين موجودين برضو بره مشوا وبيدفع لهم فلوسهم، فاكيد هو مش عايز كان يدفع له فلوس. ريبيرو يعني غلطه في العقد، في لعيبه كمان بيدفع لها فلوس. صيغ عقود النادي الاهلي يعني، طب ايه نروح نصيغ لكم عقود يا كابتن يعني؟ مش كده يعني. لا يعني انا شايف ان كابتن الخطيب كان المفروض يكون ليه دور اكبر بكتير في موضوع التعاقدات ده، ان هو يراجع ورا الناس دي، يحط ناس كفء تراجع. ما هو انت حضرتك رئيس النادي وانتوا مجلس اداره اللي تحتيه، طب حضراتكم شغلانتكم ايه؟ انت جيت المنصب ده عشان تتحمل مسؤوليه كل اللي تحتك، مش علشان انا بقوم بمهامي كرئيس نادي والموظف ده هو اللي غلط. الموظف ده مسؤوليتك انت رئيس النادي وانت عضو مجلس الاداره المسؤول عن الكوره. لذلك هتلاقي كابتن سيد والاستاذ ياسين منصور خلاص بقوا في الملعب مع الفرقه، خلاص مش هيقدروا يبعدوا ليه، لان دي مسؤوليتهم كمجلس اداره ومسؤوليتهم او مسؤوليه كابتن محمود الخطيب ان هو رئيس النادي. انا لو هسلم من الاول الفرقه او هسلم ملف الكوره لناس معينه مش لازم استناها تخرب. انا ليه اراهن زي ما راهنت السنه اللي فاتت؟ انت عايز ان هم يمشوا حتى يستروا حتى لو هيدفعوا فلوس ما ينفعش خلاص. هو لا هو ما ينفعش خلاص، هي هتمشي مين كده خلاص. في مدرب جديد جاي الماني هيجيبوه، بس اعتقد لازم بعد الدوري ما يخلص. مش فايلر، لا فايلر سويسري. فايلر سويسري وكولر سويسري. طبعا لا هو فايلر، بس انا بس فايلر ده مدرب محترم جدا، فنيا محترم جدا، لكن هو مش قابل الشارع المصري، مش قابل العيشه في مصر. هو كذا مره مش قابل العيشه في مصر. انتوا ازاي بتدوروا بعد الساعه 11 او مش قادر بس لا هو كان حاجه كمان، بس عشان بس نخلص من موضوع فايلر ده، عشان هو واخد حجم اكبر من حجمه. انا اسف، انت ما عملتش حاجه مع النادي الاهلي، انا اسف. ما لحقش ما لحقش كمان. بس انا بتكلم في بقى موضوع فايلر ده ايه فكره ان هو شخص يعني اللعيبه جت في كذا حلقه شفتها، هو شخص اللي انا عنده عليها جدا. الراجل كان بيخش لعيب في الدوري المصري ينفع معاه مدرب مصري ليه؟ عشان الحته دي اللعيبه. لا هو كشخصيه يا محمد. لو كابتن حسام بدري موجود مع محمد هو شخصيه. لو كابتن حسام حسن موجود مع الاهلي، كابتن حسام بدري الوحيد. طب ليه الناس كابتن حسام يعني الناس لعيبه الاهلي بتقول ايه؟ بتقول لعيبه الاهلي مع منتخب مصر حاجه ومع الاهلي حاجه. ليه؟ عشان كابتن حسام حد يعرف يفتح. ما انا بقول لك عشان كابتن حسام حد يعرف يعلي لا طبعا. كابتن حسام انت بتتكلم المنتخب انت لعيب اللي عايز تروح المنتخب، مش المنتخب هو اللي عايز. بالظبط، انت اللي عايز تيجي، لكن انت في النادي اصلا ماضي. لا برغم كده هو المدرب مش عاجبني فانا هعمل خناقات معاه والاداره هتقف في صفي عشان انا لعيب والجماهير بتحبني، لكن المدرب ما هو ليه غلطات. لا الموضوع مختلف تماما. تدريب المنتخبات مختلف تماما عن تدريب الانديه. انت اللي محتاج تروح المنتخب. لو مين اللي بيدربه، مع احترامنا لاي مدرب في مصر، لو اي حد بيدرب المنتخب اللعيب لازم يحترم المدرب غصب عنه. انت بتمثل بلدك. طب انت في النادي الاهلي بقى، نرجع للنادي الاهلي. النادي الاهلي مديك ثقه ان هو ممكن يعمل ريمونتادا بادائه الفتره اللي فاتت دي كلها وياخد الدوري؟ انا بعد دوري 2011 لما مانويل جوزيه رجع، لما كابتن حسام وكابتن ابراهيم كانوا بيدربوا الزمالك، لما اترفع بانر في مدرجات نادي الزمالك رسميا الزمالك بطل الدوري. مين رسميا بقى اللي نهى بطل الدوري؟ كان النادي الاهلي. 2019 يا كابتن احمد قسما بالله دوري سيد عبد الحفيظ 2019. لا دوري الارهاب. لا انا بص، انا اتكلم، هو اتكلم 2011 سبته يتكلم، لكن فكره 2019 ده دوري الارهاب، مفيش الكلام ده كله. يعني دوري 2019 هو بيتكلم صح. دوري سيد عبد الحفيظ ارهاب، تحكيم، كل حاجه يطلع يزعق جماهير. ايه ده؟ ده 2019 دي كارثه. 2019 ده كارثه. ده احمد سامي ولا بتاعت المقاصه دي تقريبا لما جاب الكوره بايده، مش عارف هي ولا لا اللي قبلها.
لكن لا دوري 2019 ارهاب بس. دوري 2019 الاهلي خدوا بالدراع. احنا كنا مش لا الكورة، لا لا مش الملعب. بالدراع في الملعب، بالدراع في الملعب، بالدراع خالص اللعيبه. احنا كنا بنكسب الماتش بلعبنا. بنفضل نلعب لحد ماتش سموحه، بتاع جيراردو. لا الماتش ده انا في ماتش مصر منسي كسرت كرسي، انا كسرت سفره كامله في انت بتاع كسر عفش بيت الكوره. انا بتفرج في البيت لازم تكسر العفش، لازم ما حدش يبقى جنبي غير مثلا لو ولا في عفش جنبك ولا انت هحطوك في اوضه فاضيه لوحدك. انا بحب كده والله. لا انا وانا بتفرج على الماتش لا ما حدش يقعد معايا خالص. النهائي القاضيه صحابي كلهم الناس كلها بتتصل بيا عايزين نتفرج معاك على الماتش، عشان طبعا عارفين تفاعلاته في الماتش عامله ازاي. قفلت التليفون ما قعدتش مع حد خالص، قعدت في مكان دورت على قهوه فاضيه خالص، قعدت عليها فيها 5-6 انفار، قعدت اتفرج على الماتش. ليلتها فين؟ ليلتها فين دي؟ كانت الكورونا، كانت ساعتها كورونا. لا كانت ساعتها كورونا، ما كانش فيه ماتش، لا ما كانش فيها قهاوي. لا كان في قهاوي. لا كانش فيها قهاوي والله. لا ما هو اجلوه بعد الكورونا 27/11 الكورونا دي حصلت انتهت. لا 27 لا النهائي 27/11 لا ما كانش فيها قهاوي، ما كانش فيها قهاوي، 85 ما كانش فيها قهاوي. ما مفيش حاجه تتنسي، ما كانش فيها قهاوي. انا متفرج على القهوه والله، متفرج على يمكن بقى كانت فاتحه نص ولا حاجه. ممكن فاتحه نص بقى كده عاملين مكنه صغيره. لا والله القهاوي كلها كانت شغاله عادي خالص. طب بعيدا بقى عن موضوع القاضيه والصراعات عشان احنا موضوع سخين قوي. ما لازم يسمع. انت الاهلي لو ما خدش الدوري شايف ان هو هيلعب افريقيا؟ يعني باذن الله هنكسب ماتش بيراميدز وماتش الزمالك باذن الله. ما عندناش بديل عن الفوز ونكسب. يعني للاسف احنا حطينا نفسنا في الحسابات وفي ان هنصعد اول ولا هنكسب دوري ولا ايه، ولا هنبقى تاني ولا هنصعد افريقيا ولا كونفدراليه. بس ايا ما كان لازم وقفه شديده جدا من مجلس الاداره ومن كابتن سيد عبد الحفيظ مع ملف الكوره كله، الجهاز الفني باللاعبين ما اقدرش اقول اكتر من كده. لكن اللي اقوله لك واللي متاكد منه ان ال5 سنين الجايين الاهلي بطل الدوري باذن الله. واضحه للجميع. ليه؟ مستوى بيراميدز واقع، مستوى الزمالك مش احسن حاجه. الزمالك بيطبق زي ما قلت لك اللي الاهلي عمله السنه اللي فاتت، اجيب مدرب مصري من ابناء النادي، الم الدنيا حواليا، اقفل على نفسي شويه، اشتغل على النواقص بتاعتي واسيبها لله بقى، ربنا يمشيها زي ما تمشي. لكن مستويات الدوري المصري كله اللي كان مقلقني مين؟ بيراميدز. بس خلاص بيراميدز بدا يقع خلاص، بيخسر ماتش في الثاني، بيخسر افريقيا وخلاص، وبيخسر في ارضه في ماتش في افريقيا، في الماتش العوده خسر في ارضه. لا خلاص كده انت بيراميدز خلاص، يعني الموضه بتاعته بقى ان هو خلاص هو البطل اللي جاي. لا مفيش حد بطل على الاهلي، هو الاهلي هيرجع وال5 سنين الجايين هيثبتوا لك الكلام ده. انت رايك ايه في ال5 سنين الجايين؟ لا احنا ما بنعلمش الغيب، ما انت اصلا جايب فرقه ملياريه عشان كاس عالم الانديه وخرجت متزايل الترتيب، وحاليا دلوقتي خارج من افريقيا من فرقه قسما بالله العظيم انت بتقول على الكونفدراليه ضعيفه. والله الترجي دي ما فرقه، الترجي ده انا يعني والمصحف ما فرقه، اقول لك على حاجه والله العظيم ما فرقه ولا ليه يعني اي كده. 30 لازمه. فانت ازاي هو اجزي؟ طب انا اسف يعني، انا اسف. طيب. هو 5 سنين يقول لك 5 بطل الدوري، انا اسف يعني. هو انت جايب زيزو، هو اكيد ان شاء الله جايب تريزيجيه انا بتكلم وجايب مش تاخد دوري؟ طب ما الاهلي واخد 46 دوري عادي جدا. لا انا بكلمك 45 دوري. مش بنتكلم على المحلي دلوقتي. لا اصل انت بتتكلم دوري. لا يا باشا يبقى انا ما اجيبش مصروف كل الصرفات. استحاله انا اقول لك على حاجه اهو، استحاله النادي الاهلي السنه دي اللي هو خسر الدوري. لا عشان يعمل غربله لكل حاجه في قطاع الكوره. لو الاهلي خسر غربله في قطاع الكوره اللي عمل كده في الاهلي السنه دي، اللي الاهلي عمله السنه اللي فاتت، اللي هو رغم كل الظروف ورغم كل حاجه احنا برضو خدنا الدوري ده، خلانا نتغرب ظروف نفسنا. ايه اللي حصل ثانيه واحده يا جماعه؟ هو يعني ايه ظروف؟ لا في ظروف في ايه؟ الراجل الفرقه بتاخد، اللعيبه بتاخد ملايين، نقط ظروف ايه؟ الدوري كانت ماشيه ازاي؟ ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، انت منك انت بقى. لا انا ماشي. طب اكمل كلام. انا بتكلم انت عندك مشاكل فنيه ومشاكل اداريه ومشاكل في كل حاجه، وتقول لك مشاكل، ترجع تقول لي تصدر لي المشاكل. انا المشاكل دي انت اللي عملتها، زي ما انا عملت مشاكل هنا في اول الموسم، لكن انا برجع لها. ايوه انا قلت لك ان لا اعترفت ان لا ما تعلقش شماعتك على حد، ما تعلقش شماعتك على مين؟ تعلقت شماعتك على مين دلوقتي؟ انت مشاكلك كلها جواك. لا شاور لي على الشماعه. نهدى طب نهدى شاور لي على شويه عشان الموضوع. لا اصل انت هو حرام يعني يتعادل ولا يخسر ولا الكلام ده كله. شاور لي على الشماعه يا عم بلاش شماعه. اصل 5 سنين بطل الدوري وانا فاهم غير. لا طبعا شاور لي. لا احنا كل حاجه بعد اذنك شاور لي على الشماعه. يا عم سيبك من الشماعات دلوقتي، ولا جبت سيره الشماعات. كان عندي مشاكل وما اشتغلتش عليها فاثرت عليا السنه دي،
فبقول لك خلاص بقى السنه دي هي اللي هتجيب الراجل ده بيسمع اي عفش بيت شماعات بيتنفذ فانت ما تجيبلوش مش عايزين نكسر الاستوديو، مش عايزين نجيب شماعات وترابيزات بس وكده. انا ما علقتش الشماعات على حد. انا قلت لك انا مشيت من المدرب بتاعي ومسكت عماد النحاس، فلقيت نفسي كسبت الدوري، فحسيت ان انا جامد، جبت كام لعيب زياده وما اهتمتش هل دي احتياجاتي ولا لا. انا بتكلم عن نفسي، انا ما بعلقش الشماعات على حد، انا بتكلم عن نفسي. الاهلي ما بيعلقش الشماعات على حد يا كابتن. الاهلي عارف ان انا بخسر عشان انا وحش، بس موضوع ان انا اتظلمت او لا دي بتبقى لقطات فرديه بنتكلم فيها في وقتها، زي مثلا موضوع ضربه جزاء سيراميكا. احنا قبل ما نخش في الموضوع ده انا يعني اسالك سؤال قبل ما نخش الموضوع ده بس بتاع ضربات الجزاء والتحكيم. انت سؤال بالعقل مش بالقلب، الزمالك مديك الثقه الكامله ان هو ياخد الدوري الكونفدراليه السنه دي؟ مفيش حاجه اسمها في الكوره كده يا جماعه، مديك الثقه. مفيش حاجه اسمها في الكوره كده يا جماعه. اسمعني اتفضل. ما انا برد عليك اهو. مفيش حاجه اسمها ثقه، في حاجه اسمها ان الفرقه ماشيه كويس، الفرقه مترابطه، الفرقه بتقدم اداء فني كويس فسايبينها. مفيش حاجه اسمها ثقه في الكوره، مش تبقى فاهم بس مفيش حاجه اسمها ثقه في الكوره. الزمالك لو وقع قدام بيراميدز عادي جدا ما يقع على فكره برضه. طب ما الاهلي ياخد الدوري. ايوه طبعا، ما انا فوق الاهلي خمس نقط يا جدعان. انتوا ليه خاسفين حق نادي الزمالك وكل هو الاهلي ياخد الدوري، هو اللي هياخد الدوري يا جدعان. الزمالك الاول بفرق 5 نقط، مش 5 نقط بين الاهلي وبين الزمالك. لو الزمالك ما هو الاهلي هيقعد باي، ما هو الاهلي باي حلو، بس الزمالك لسه هيلاعب بيراميدز. حلو تمام. لعبت بيراميدز، الزمالك لو خسر يعني لو خسر هيبقى فرق نقطتين تمام، مش هيخسر تمام، مش هنعتبر ان هو مش هيبقى فرق 5. هاخد يا باشا هيبقى فرق نقطتين، هكسب انبي هيبقى فرق 5. الاهلي لاعب بيراميدز، ما انت فاهم هيحصل ايه صح؟ ما في نفس الجوله ايه اللي هيحصل؟ البيراميدز كسبت الاهلي، ايه اللي هيحصل؟ بيراميدز الاول تمام صح؟ ممكن بيراميدز تركب هي السير بالظبط. لكن فكره ان انا كل حاجه الاهلي هياخد الدوري، يعني انتوا سايبين المتصدر يعني انت عندك وماسكين في الثاني والثالث. طب يا عم ماشي يعني ايه الاهلي لو ما خدش الدوري انا ماليش على الاهلي ياخد الدوري ياخد بيراميدز، انا مالي الاهلي لو ما خدش انا ما عنديش حته استدلال بس انا ما عنديش حته اصلا انا بنافس بطوله بيراميدز ياخد، لا الاثنين منافسين قويين عندي والاثنين هزعل لو ما خدش الدوري. لو بيراميدز خد الدوري او الاهلي خد الدوري هزعل طبعا. انا ما عنديش بقى فكره ان انا اصل الاهلي لو خد الدوري مش هزعل زي ما لا الاثنين لو خدوا اي حد خد الدوري هزعل طبعا عشان الزمالك يستحق البطوله السنه دي. الدوري مش حد تاني، ما ينفعش ده الدوري. لما قعد سنتين بره الجزيره انا كنت متضايق، انا سنتين كاملين قاعد متضايق، انا بكلمك بجد سنتين كاملين قاعد متضايق، بكسر في كراسي بس وعفش والله بكسر في اي حاجه. سنتين كاملين قاعد متضايق. ده ابني بعيد عني سنتين، دي تخيلها انت بقى. ما ينفعش. نرجع بقى للحته اللي هو كان بيتكلم فيها التحكيم والكلام ده كله. جماهير الاهلي الفتره الاخيره شايفه ان في ظلم تحكيمي تجاهها، في اضطهاد للنادي الاهلي في الدوري. مش الفتره الاخيره بس يا كابتن، وحاسين ان الدوري موجه. اخر 10 سنين اضحك. اخر 10 سنين اخر 10 سنين الدوله من اكبر موظف في الكوره في الرياضه في مصر لاصغر واحد، وصلت كمان اللي كان دي مشكله بقى دي عندنا ثواني جانبيه، اللي كان رئيس قناه الاهلي كان زملكاوي. اركن دي على جنب، ده بكلمك ان الدوله كلها كانت زملكاويه. طب اقول لك على حاجه، انت بتقول اخر 10 سنين، احنا في 2000 وكام؟ احنا في 2000 احنا في 2026 16 ده اللي هو انت واخد كام دوري بقى؟ واخد 8، انا خدت 2 3 بتاع 16 انت خدت 15 صح؟ انا خدت ده كده يعني انت واخد 8 دوري وبتقول لي في ظلم تحكيمي؟ والله العظيم بتاع ما تعرفش بس بالله، ما تعرفش بالله. لا 2021 22 ده انا مالي. انت نسيت موسيماني لما كسبك 5 يعني ايه الاحتواء؟ ماتش الاحتواء انت كسبان 5 هو انت اصلا احكي لي عن الماتش باشا. لا انا مش هتكلم في حاجه قضائيه. الموضوع ده لا، ما هو لك الموضوع ده اتحول لموضوع قضائي ما بين مقدم ابراهيم فايق وما بين الحكم الدولي المحترم محمد عادل. ثواني بس، لا ثواني عشان ندي الناس كلها حقها تمام. محمد عادل رفع قضيه او ابراهيم فايق رفع قضيه وخده، ومحمد عادل طلع التسجيل الصوتي متفبرك والراجل خد ثواني بس، والراجل خد حق اعتبار مليون جنيه. ما تجيش تقول لي بقى ايه انا معاك يعني خلينا نعدي الحته دي عشان بس الموضوع ده في حكم قضائي. انا ما بتكلمش. طب اكلمك في حته معينه في الماتش ده، خلينا نتكلم في الماتش في احداث الماتش نفسه. كان في بيلن اتحسب للزمالك، علي معلول خبط في لعيب الاهلي، لعيب الزمالك وقع حسب بيلن. انا دي افهمها ازاي؟ انا مش دعوه ان هو بيحتوي ما بيحتويش. هو انت جايب لي حاجه من احنا سيبك من الوقت ده. انا بكلمك على السنه دي، دوري السنه دي. شايف ان الاهلي مظلوم تحكيميا؟ الاهلي واقع فنيا واداريا واتظلم في كام ماتش. اخر واحد فيهم بتاع الماتش اللي فات بتاع سموحه، الراجل الاسمراني ده اقسم بالله العظيم امام عاشور واكل رجله من ورا، قسما بالله سموحه ليها ضربه جزاء الماتش اللي فات والله العظيم. سموحه ولا حاجه، ومحمود ناجي يا عيني عليه يا كابتن. والله العظيم اسمه محمود ناجي، والله العظيم
والله العظيم والله العظيم كمان مره خاف يحسبها. محمود ناجي والراجل رجل امام عاشور كده يعني رجل الراجل اهو رجل امام عاشور نادي الزمالك مع محمود ناجي. مش بقى محمود ناجي بيعمل محمود ناجي ايه بس؟ يعني انتوا شايفين انا بس يعدي حته يبقى زملكاوي هو اللي بيجي على الاهلي؟ مفيش حاجه زملكاوي اهلاوي، مفيش حاجه اهلاوي وزملكاوي، مفيش حد بيطلع اسمع بس مفيش حد بيخلي منظره كويس وحش. احنا هنتكلم في موضوع التحكيم ده عشان انا في الحته دي ثواني بس. انا في الحته دي الحكام اكتر ناس في المنظومه مظلومه. الناس دي ولا بتاخد لحد دلوقتي الموسم ده اول موسم ياخدوا فيه فلوس كتير. يعني فين الفلوس الكتير بقى؟ 7000 جنيه لحكم الساحه، 5000 جنيه للمساعدين، و5000 جنيه للفار، و5000 جنيه. ايه ده يا جماعه؟ هو مش متفرج مع كابتن الدكتور محمد معروف. دكتور تربيه رياضيه، دكتور في الجامعه. طب اقول لك على حاجه، طب انا اللي اعمل كده اساسا؟ طب ما ده غلط، ما هو اللي بيتكلم فيه ده غلط. ليه بقى بيتكلم فيه غلط؟ ليه بقى في قطر وفي الامارات هو الحكم حكم بيعمل ايه بقى؟ يديله مرتب شهري. ايوه شغلانه تمام، غير مرتب شهري غير البدلات بتاعت الماتش. يعني ده الموضوع يبقى احسن طبعا عشان هو حياته تبقى تحكيم. حياته مش تبقى وظيفه ثانيه يعني. بالظبط يا كابتن. طب ما انت عندك حكام بتشتغل في قطاع البترول، هنيجي بقى نتفرج على ماتشات امتى؟ انا هقول لك على حاجه، انا في حكام بتشتغل مديرين كوره في دوري المحترفين الدرجه الثالثه والرابعه والكلام. ايوه بيشتغل كابتن. كان في كابتن بيشتغل في نادي السكه الحديد برضه حكم. ابراهيم نور الدين كان مدير كوره. طيب ابراهيم نور الدين مدير الكوره في نادي السكه. طب انت في الماتشات الجايه اهلي زمالك اهلي بيراميدز الماتشات الثقيله دي حكام اجانب ولا حكام مصريين؟ هو كده خلاص رسمي اصلا حكام اجانب. انت بالنسبه لك شايف مين احسن؟ موضوع حكام الاجانب ده عامل مشكله ليه مع الناس؟ انت جامد. طيب ما تجيب حكام اجانب عشان ولا تقول ان هم منحازين ليا. لا ما هو في حاجات مش واخد بالك منها. ولا نقول ان هم الدوري بتاع الانديه، الدوري مش تبع اتحاد الكوره، الدوري تبع مين؟ تبع الرابطه. الرابطه تعمل ايه؟ انا كنادي الزمالك الرابطه تلبسك مع لا ثواني بس، لا ثواني بتكلم في نقطه ثانيه. انا كنادي الزمالك دافع بدل في اول السيزون، دافع بدل حكام مصريين اللي هو كام 7000 ومش عارف ايه الطقم ب 20000، لعبت كام ماتش على ارض بكذا، درب امسك يا عم الحاج الفلوس. تمام. طب انا دلوقتي انا كزمالك وقلتها معاك قبل كده، لو تفتكر انا بقول لك اهو، انا كزمالك انا مش هقدر ادفع لطاقم تحكيم جاي يومين اقامه وفندق وبدل وفسح وفلوس عشان يحكم لي ماتش 90 دقيقه. طب ولو الاهلي اللي هيدفع مادي؟ انا كزمالك الموضوع طبعا بالنسبه لي لو الاهلي اللي هيدفع يعني ما تجيب حكام وده اللي حصل وده. لا انا برضه يعني انت بالنسبه لك الحكام الاجانب احسن بس مش قادر تدفع فلوسهم، ده اللي انت عايز تقوله يا باشا؟ انا العب في اي حاجه يعني الاهلي لو قال لك انا هجيب الحكام اجانب انت مش هتوافق ليه؟ ما يجيب. ما انا اصلا لو انت بتتكلم على الظلم انا اكتر نادي في مصر. ماتش انسحاب الاهلي انسحب فيه ما كان قال لك انا هجيب حكام طب اجانب. ما بلاش دي بقى كلها يا كابتن. ليه الزمالك رفض؟ مفيش الكلام ده. لا هقول لك بقى على حاجه، قانون. انا يا باشا الراجل اول حاجه هي القرعه اتعملت، القرعه اتعملت بلاي اوي فجاه اول جوله قالوا زمالك. ايه يا عم ده يا باشا؟ الموضوع كان تسويقي بحت. ايه ده يا جماعه؟ لبسوا الناس كلها في بعض. ايه ده يا جماعه؟ ده بس انا متواضع جدا ثواني في النادي الاهلي في الوقت ده. طب ثواني اقول لك بقى. لا ثواني بس. القرعه ساعتها نزل يوم الثلاث، الماتش كان يوم كام؟ لو تفتكر الماتش بعدها مثلا ب 7 ايام او 8 ايام. لا كان بعدها ب 5 ايام بالظبط. 5 ايام 6 ايام. لا 6 ايام قاعد بالليل فاحنا كنا انا عرفت ثواني بس، انا عرفت اعمل ايه؟ الماتش الزمالك تمام. اعمل ايه؟ مساء الخير يا زمالك، مساء النور يا اهلي، انا اللي هتكفل بالحكام الاجانب. تاني يوم يا باشا انا هجيبك طقم عادي جدا. ما كانش اصلا كان اليورو بس اللي شغال. يا باشا الاهلي ما طلبش غير قبل الماتش ب 24 ساعه ومفيش حد هيجي لك قبل الماتش ب 24 ساعه. اقسم بالله الاهلي ما طلب غير قبل. انا بقول لك بقى من غير قسم الاهلي ما طلبش غير قبل الماتش ب 24 ساعه و 48 ساعه. الاهلي اول ما شاف البيان ما طلبش حكام اجانب. دي معلومه عندك؟ الاهلي اول ما طلعت القرعه ما طلبش حكام اجانب. لا طب صدقني بالله. لا انا بقول لك اهو، انا مش فاكر. انا بقول لك اهو، لا انا فاكر جدا. الاهلي بقى قبلها 24 سنه طلع 24 ساعه طلع بيان قال لك انا مش هلعب غير بحكام اجانب. طلع بيان مش طلع. لا طلع بيان. هو اساسا ما طلبش عشان ماتش الزمالك. انا مش هطلب. لا انا هطلب علشان انا مش الحكام. هو انت شايف ان النادي الاهلي في الماتش ده ما يروحش؟ دي سقطه في تاريخه. ده اللي بيحصل ده كله ذنب. يا باشا الصح ان احنا ما رحناش، الصح ان انا ما رحتش. عارف ليه؟ عشان انا لو ما رحتش لا التدليس اللي بيعمله جمهور الزمالك واللي بيعمله نادي الزمالك لا التدليس هو اللي قال لك الزمالك لما ما راحش ماتشين الاهلي ثلاثه في الماتش. يا كابتن احمد كان لازم يحصل. لا كان لازم يحصل كده عشان كابتن محمد تحكيم مصري. ما تقوليش بقول لك اسمع بس خلاص
كابتن خلاص لا، يا ده كابتن. كمل. خلاص لا، خلاص لا، يا كابتن خلاص. مش هينفع شفت والله. بوست اوفه بس مفيش- للحكم؟ ايه؟ شفت بوست اوفه للحكم بعد ما حسب له الجول؟ لا احنا بنهزر في الدوري المصري كده كده. الدوري شفت المصري ده البوست؟ عباره عن المواقف بتاعت أوفة؟ لما راح باص دماغه بعد ما حسب له لا الجول. لا لا لا. انت شايف الحكم كان المفروض بس يطرد في عشان الحركه نقفل دي؟ الحتة دي يا اتقفلت كابتن، خلاص، الأهلي خلينا طلب بس في حكام يا عم أجانب خلاص. والاتحاد الكوره أنا بقول لك لبسنا هو مع الأهلي الرابطه طلب والرابطه لبستنا مع اتحاد الكوره وكان الاتحاد خلينا بس في الفشل بتاعكم السنه دي، بس خلينا في الفشل بتاعكم السنه دي. هو خلص الموسم عشان تقول فشل؟ ايه؟ ما هو خلصش. ده اقول لك حاجه يا عم، مبروك عليكم الدوري. يا رب. هو انت لو خدت الدوري انت كده ناجح؟ يا نهار اسود. هو انت جايب بن شرقي وجايب تريزيجيه ومجدد لامام عاشور، جددت له وبدفع عقد لهم تاني ملايين كتير وجايب أوي. زيزو وبدفع وجايب لهم وجايب ملايين عشان تاخد كتير. الدوري. وبدفع يا راجل انت خدت الدوري بكريم بامبو، وبدفع مش تاخد الدوري. ايوه أيوة. لريبيرو اه. وبدفع لكذا ومين وبدفع هيحاسبك على لكذا. الكلام ده؟ ايه؟ مين هيحاسبك على الكلام ده؟ يا باشا هو انت نادي خاص ولا عندي نادي دوله؟ عندي اللي يغطي. هو انت خدت هو عندي اللي يغطي بكتير. مين ده؟ عندك غطي ده؟ عندي طلع قال لك انا بخسر فرقه الكوره بتخسرني كل سنه 2 مليار جنيه. هات بقى الفيديو ده، انا بقول لك اهو. طب يا عم ماشي طب ازاي؟ عدلي طلع قال لك لا، لا، فرقه لا، الكوره اقنعني بتخسرني ازاي؟ 2 مليار جنيه. انا ممكن يا باشا اقنعني ازاي؟ لا، بتصرف لا لا بتصرف لا، غير هجيبها لك، هجيبها بتخسر. لك. كابتن بتصرف غير بتخسر. ركز يا كابتن، بتصرف غير بتخسر. بتخسر 2 مليار جنيه. بتصرف غير طب هو بتخسر. انت اهلاوي صح؟ بتصرف. اهلاوي جامد؟ اهلاوي جامد جدا. ماشي، ميزانيه الاهلي السنه دي كام؟ مش هحفظ ميزانيه. ايه ده ازاي؟ لا مش ازاي؟ هحفظ لا ميزانيه. بص على ميزانية الأهلي اه كام؟ طبعا باشا انا مش ممبر 8 في مليار النادي. جنيه. انا مش الزمالك. ممبر في النادي الزمالك يابا. الزمالك على الله حكايته. الزمالك ايه؟ 8 باشا أنا مش ما ممبر. عناش يا راجل، ده احنا كسبنا شباب بلوزات في يا الجزائر. باشا ده اللعيبه بياخدوا- لعيبه خدت مكافاه ماتش $200. بس انتوا عاملين ابلكيشن. الابلكيشن ده لسه من يا 3 باشا ايام بس. الزمالك يعني سوري يعني انا اسف ما بيدفعش حاجات كتير لدرجه ان المخلفات والباسكت والشنط اللي في الباسكت مش لاقيين مكان يرموها فيه. لا لا مش اتحل. يا كابتن ده ماشي. الموضوع واصل لمرحله وحشه قوي. انا متصدر الدوري والعب نهائي قاري وانت فين؟ ربنا يزيدك يا باشا، ربنا يزيدك. انا موجود كل سنه وانت يا نهار اخر كام ابيض. اخر 10 سنين انا واخد ابطال افريقيا كام مره وواصل النهائي كام مره. آه. ما طبيعي لازم في سنه نقفل أقع. النادي بقى، نقفل لا، لا، نقفل لا، عشان لا، كل النغمه لا، انا لا، كده. لا، نقفل مش الموضوع هقفل ده. نقفل الموضوع. احنا نقفل الموضوع ده. ومش علشان يا كابتن محمد. ما اطمعش في اللي إحنا- جاي. انا في اللي جاي قلت لك ايه؟ كل ما نيجي ناخد نهدى، طب نهدى يا جماعه خلاص نقفل الموضوع ده. بس نقفل هقول لك على الموضوع. حاجه، هقول لك على حاجه ما بسيطة. كل ما اقول لك هقول نقفل الموضوع حاجة تقول لي ما بسيطة. تخلينيش اكسر لازم كرسي انا ياخد كمان. دوري ابطال افريقيا علشان احنا بصينا على كاس العالم للانديه اللي جاي. ماشي، ده لسه السنه الجايه بقى. السنة السنة الجاية الجاية لا، خلاص ما الأهلي فضلش مش معاك هيلعب. 27 28 بس. ما بقول لك السنه الجايه اللي هي الموسم الجاي. طب انا بكلمك طبعا ده لو الاهلي قدر يروح افريقيا بقى، ده لو الاهلي قدر يروح افريقيا السنه دي. الاهلي هيروح افريقيا باذن الله، باذن الله الاهلي هيروح افريقيا. اضحك براحتك عشان انت متصدر دلوقتي، ولكن هتشوف في الاخر الاهلي هيعمل ايه. اضحك براحتك. بالتوفيق. بس تاخد وقتك ان النفس انت تضحك. حلو. بالتوفيق. يا باشا مبروك عليكم الدوري. واللي قبلها ده نضحك. انت واللي قبلها فكرة نضحك. تاخد الدوري وتفرح دي اقسم بالله دي كارثه. ان انت بعد كل التدعيمات دي يا باشا، انا بقول لك انت خدت الدوري بشكري، خدت انت- الدوري محمد طلعت، انت خدت الدوري كريم فاكرني بامبو ان دي واحترام الأسماء فرحه كلها. عمري علشان دي حبايبي بتحصل كلها. معاك كل كام لكن سنة. فكره ان انا فرحتي اجيب أنا اللعيبه دي بدوري كلها أبطال واخد دوري أفريقيا وكأس وافرح العالم. بدوري يا عم مبروك خلاص عليكم. انا كنت عايز اخد كابتن أحمد. ميداليه اعلى من البرونز في كاس العالم. انت فاكر ان انا هبقى فرحان بالدوري؟ برونز؟ الدوري قلت هو انت لك كاس إيه؟ لا، لا، العالم ثانية هو انت واحدة. كاس العالم ثانية بتاع واحدة. 8 فرق اللي انت ثانية كنت بتلعبه ده واحدة. كان كاس العالم؟ ثانية لا انت واحدة. كاس العالم بنت فيه اللي هو الاربع هتشوف- فرق هتشوف- تمام وخدت هتشوف اللي جاي. منتين مفيش غير واحد بس وخدت اللي منتين اتلعب. الترتيب. مفيش يا كابتن غير واحد بس اللي اتلعب ب 32 فريق اللي لسه خلصان واحنا شاركنا فيه. وخدت انت مش كده. عارف تروح. انت مش عارف تروح. اه. ما انت مش عارف تروح. انا مش عارف كش- اروح. كش- كش من يعني يمين. اول نادي عربي من وافريقي يمين. يروح كاس عالم كش- كش من والشركه يمين. والشركه طب ما تقول لي والشركه كسبت اعلنت ماتش كام كام؟ يعني ايه؟ لا انا بقول لك كسبت ماتش انا كام بقول لك كام؟ اول هتقول لي ماتش نادي كده. طب أيوة. ايه الماتش اللي الزمالك في ايه؟ كاس روح. العالم؟ الشركه يا باشا احكي لي ساعتها ماتش. ساعتها لا 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 ساعتها الشركه ما عملتش البطوله، لكن احكي مين لي اللي ماتش. اول ما روح- الزمالك ما راحش. احكي لي ماتش. يا باشا ما يروحش عادي. الزمالك يا ما كابتن راحش. احكي لي ماتش في كاس لا العالم والله. للانديه للزمالك. احكي لي عن ماتش او جون حد جابه من خلينا احنا نحكي حاجه ثانيه يا من جماعه. 2002 ولا يا كابتن 2003 محمد مفيش دوري أبطال تعال أفريقيا. نخش بقى، تعال نخش على حاجه عشان نفك الدنيا بس. ماشي يا كابتن. على غرائب وطرائف حصلت بقى في الجوله اللي فاتت في الدوري المصري بقى. كنا لسه بنتكلم عن احنا بصينا لسه بنتكلم على البوسه كانت اوفه. اوفا محمد مايو. البوسه تخيل دي- بقى كابتن البوسه محمد كابتن محمد ماهر. اللي هو انا والدتك راح باص دماغه. لا هو لا ده- لا المفروض الحكم ليه وقار ما ينفعش يحصل. شايف ان الحكم كان المفروض يديله انذار. يعني انذار. اقول لك على حاجه في اسوأ الظروف لو اللعيب معاه انذار هو اتصدم. ما يطردوش. تلاقي الحكم اتصدم. رأفة باللعيب. لا والماتش يعني يعني كل اوفا ماتش يعني بيبقى ليه ظروف الماتش يعني اوفا يعني مش انت قاعد في الدوري الماتش في مجموعه الهجوم ويا ريت هو اللي جايب الجول. والبنك مش هو اللي الاهلي جايب قاعد الجول يعني اصلا. والدنيا سهله يعني خالص. الجون اصلا يعني الجون نفسه غرائب وطرائف. انت شفت الكوره اتصدت وخبطت وترد. واثنين لعيبه هي كلها غرائب وطرائف. غرابه تراب اصلا ان اللاين مان يرفع اوف سايد دي بقى اغرب اصلا. ما كلها كان حاله كلها يعني كان رفع اوف سايد علشان كان انتهت لعيب بالبوسة. حارس وفي لاعب ورا الحارس
الحارس مغطي واللاعب مغطي يا ماشي، ما محمد. هو كده هو كان مغطي، بس كان لازم يرفع طالما فيها شك بس. لكن هو كان غرائب وطرق. انت شفت بقى الحكم عبد العزيز السيد في دوري المحترفين ماتش طنطا المصريه للاتصالات؟ لا ده شفت اللي حصل؟ ده بقى. حسب ضربه جزاء لعيبه طنطا احتجت
ومفيش فار في دوري محترفين، راح بص على الموبايل. معلومه النهارده هو توقف انا عارف النهارده، لا الطقم كله توقف. كل الطقم توقف من كل المراحل، من كل المراحل. شفت فيديو مش كابتن عبد العزيز السيد اللي كان واقف بيشوفها ولا هو اللي شافها؟ هو اللي شافها. لا الحكم الرابع اللي شافها، الحكم الرابع اللي كان شافها، راح شافها في الموبايل وراح حسب رجع ضربه الجزاء. لا زي لما كان لما كان الفار لسه داخل الدوري المصري جديد وكان حاطين تلفزيون 14 بوصه. لا ما كانش فار. كابتن محمد الحنفي في ماتش ايوه كابتن محمد في الشرطه تجربه اللي هو بيقول لك احنا هنجرب. لا في استاد الشرطه. طب هم ازاي عملوا كده؟ يعني هو في الدوري ما فيهوش فار لا وماتش مذاع، طب انتوا ازاي عملوا كده؟ وماتش كمان مذاع، دي كارثه اصلا. يعني ازاي لا هو الطقم كله توقف. ما طبيعي لازم كده. موقف بصراحه. الكوره في مصر عباره حاليا عن ضحك. هنيجي بقى نقول اصل الاهلي هيبقى فرحان بالدوري او مش فرحان بالدوري. انا قلت لك الاهلي طب انت الدوري ده بالنسبه لي ابني، انت جنبي بس من الغرايب والطريف اللي حصلت برضه كره كابتن محمد شريف جاي يضرب نوبل كيك. اقول لك على حاجه، خبطها في دماغه. اقول لك على حاجه، يا عيني اتعمل عليها كوميكس كتير قوي. قوي. الكره دي لو كانت عدت من يعني لو هو ما مسكش دماغه كانت هتبقى حلوه، جون بس هو ربنا ما اردش بقى. كابتن محمد شريف مستواه كان بيجيب الجون من نص فرصه. انت شايفين الكوميكس اللي حصلت دي تاثر على نفسيته لما يشوفها؟ انا شايف قله ادب بصراحه. هو قله ادب طبعا، قله ادب وتطاول طبعا. يعني هو لما انا ضد الفكره دي. لا كابتن محمد شريف انا ضد الفكره دي عشان محمد شريف من احسن الفراوده داخل النادي الاهلي. محمد شريف جايب 7 بس ما بقاش مخيف زي الاول. كابتن محمد شريف كان خلي بالك، اقول لك على حاجه تعرف ان محمد شريف ده سنه صغير؟ عارف محمد شريف مواليد كام؟ مواليد 97. محمد شريف عنده 28 او 29 سنه. الراجل طب هو ليه فتره تحس ان هو تركيزه مش موجود؟ لو رجع لمستواه الاهلي مشكلته هتتحل في الملعب، حتى ما بينزل تحس ان هو تايه. هو بعيد يا احمد، تحس ان هو تايه. هو بعيد يعني هو حتى بينزل في الملعب هو تايه. هو بعيد. كابتن محمد شريف بتاع من 4 سنين لا مرعب. بس عايز اوجه له بس رساله، اقول له يعني ما يركزش مع السوشيال ميديا وما يركزش مع الكلام اللي حصل ده، عشان هو شخص مهذب، هو شخص محترم. خد بقى مني دي عشان برضه انا في الموضوع الناشئين والبراءه. اخوه تقريبا اسمه عمار بيلعب في الجونه. ايوه 2011 جاب جون وكسب فرقته الماتش اللي فات. كان بيلعبوا في دوري المنطقه يعني 2011. المخيف الصغير. المخيف الصغير. فاتمنى له التوفيق يعني ان شاء الله. محمد شريف الله اكبر عليه. يعني انا نفسي بجد يرجع يعني 3/4 مستواه. هيكمل على كده. هو مهاجم كبير وبس يرجع تاني لفورمته ويركز. ان شاء الله يرجع للفورمه باذن الله، لان ده في مصلحتي انا كنادي اهلي وفي مصلحتي انا كلعيب يعني كمشجع. بحب اللعيب ده. اللعيب ده ليه ذكريات معايا جميله جدا. الراجل مسجل معايا في نهائي افريقيا، وراجل يعني بينزل وفي كاس العالم للانديه برضه ماتشات الديربي. كان من اكتر لعيبه سجلت في الزمالك زي بعض. جون في نهضه بركان والجون الثاني مش فاكر في مين، اللي هو يستلم ويروح لافف حاططها. بس مرعب. من احلى بقى غرائب والطرائف اللي حصلت في الجوله، جول ميسي اسيست ميسي. احمد عادل ميسي لمصطفى ميسي، وهو فعلا حطها زي ميسي. جون عالمي. جون ميسي مساوي. لا اسيست مساوي قوي. ايوه هو اسيست مساوي بس برجله اليمين. احمد عادل ميسي برجله اليمين، مصطفى سعد ميسي بالشمال. بس فكره ان هو في 6 يارد يحطها بالسنس المساوي ده ميسي فعلا. الاسيست نفسه برضه عالمي. الاسيست عالمي برضه يعني فعلا. ده اسيستات ميسي لما كان بيديها لجوردي حاجه زي كده برضه. يعني جون مساوي فعلا. يعني ميسي يا قلبي لا تحزن زي ما جون جامد قوي. خلي بالك وجنش طالع قافل الزاويه وقافل كل حاجه والراجل يحطها فوق. لا جون بصراحه حلو قوي. بس انا مش مع بصراحه انا مش مع ان حد يسمي نفسه باسامي اللعيبه دي. انا الموضوع ده لازم النقطه دي بقى ميسي حتى تريزيجيه الموضوع ده لازم حتى الناس دي اسامي كانوا مش عارف ماشي. بس انا بدي مثلا لما الاقي على تيشيرت منتخب مصر مكتوب تريزيجيه لا اكتب محمود حسن. يعني مثلا انا عندي 2 صحابي في وادي دجله كانوا ده صح تمام. وسكولز ده يعني وبيكهام في الاهلي. لا وسكولز الاثنين سكولز ده اشقر وزي سكولز وكده، وكانوا كانوا بالظبط. لكن خلاص يعني لازم انا اكتب على التيشيرت اسمي. انا كيان انا اسمي تيشيرتي. انا ابني اسمي. انا ما ابنيش اسمي على لعيب تاني. هو ده موضوع مسميات اللعيبه اللي هو شبيه ميسي وشبيه نيمار وشبيه مش عارف وشبيه فان دايك في السوشيال ميديا تمام بالظبط. لكن ما يبقاش في الكوره وعلى تيشيرت منتخب مصر. انا بتضايق بصراحه في الحته دي بصراحه. الملعب اسمك. دي حقيقه. نركب الطياره بقى ونروح المغرب ونشوف بقى هدف ادريس الجبالي بقى اللي جابه في الوداد الرابون. تعالى بقى عشان اربط لك بقى اللي احنا ايه الحلاوه بس اللي في الجول دي اولا اللي احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت. انا بس عايز اتكلم عن الجول. بس الجول ده اللي ما تعرفش مركز اللعيب ده مساك مدافع يعمل الكره بالشكل ده
احنا ليه بقى في الدوري المصري ما بيجيلناش اللعيبه الكواليتي العالي دي؟ انا ممكن بس يعني مثلا في الاهلي محمد علي بن رمضان، مش ده محمد علي بن رمضان؟ لا خالص، محمد علي ليه؟ لسه ما جاش الاهلي. ممكن اتكلم. اتفضل يا فندم. ممكن اتكلم. اتفضل. عارف ليه الفكره بقى اللي انت بتتكلم في علي محمد علي بن رمضان؟ ليه؟ احنا عملنا فيديو بتاعت لعيبه شمال افريقيا وتونس صح كده، وكسر الدنيا والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا فيه. عارف اللعيب بتاع المغرب الفاسي ده عارف بياخد كام؟ كام؟ قول لي انت كده، قول لي كده محمد بياخد كام؟ اللاعب ده بياخد كام؟ اصل بياخد 200,000 دولار. بياخد له مثلا بياخد له مثلا 200,000 دولار. 10%. عارف اللعيب ده لو اتعرض على الاهلي والزمالك كام وكيل هيخش؟ $1,000,000. كم وكيل هيخش في الصفقه؟ كتير طبعا. 5-6 مليون. عشان كده بقول لك 5 اشخاص. والراجل هيجي يقول لك ايه؟ حط رجلي على رجلي كده، انا اسف يعني، احط رجلي على رجلي كده، يقول لك انا عايز في الموسم 1,800,000 1,900,000. معلش مع احترامي لعلي معلول، مع احترامي لعلي معلول وتاريخ علي معلول مع النادي الاهلي. هو علي معلول مشي ليه؟ عشان يتشرط على النادي الاهلي، وانا بقول لك اهو ما حدش يتشرط على الاهلي والزمالك. تمام؟ علي معلول كان عايز، مش عايز، كان بياخد 1,400,000، عايز 1,800,000. قال لك لا الاهلي شكرا، لا انت اصلا بتبطل. لا دول 1,800,000 بعد كده ما رضيش يعلوا عن كده. ايوه بالظبط. عمل ايه؟ راح في الصفاقسي بياخد $100,000 ولا $200,000 بس زي حمزه المسلوسي. في بيته يا جماعه الناس دي بتيجي تاكل، اوعدها تاني حلقه في برنامجنا. الناس دي بتيجي تاكل عيش في مصر علشان احنا هنا زباين. بالظبط اقول لك على حاجه، اللي عمل الحوار ده من بدري يعني بدون دخول في تفاصيل برضه عشان الموضوع بيسبب مشاكل كتير. اللعيبه اللي فجاه واحد بيمضي مع فريق ب 40 مليون و50 مليون، مفيش لعيب. فانت اللعيب الشمال الافريقي فاهم، فانت في لعيب مصري بياخد كده، طب انا هجيب كام وانا بقى جايب سوبر ستار وبتاع وجاي مكسر الدنيا. بالظبط. طب انت ما عدا بقى اللعيبه طبعا اللي بتلاقيها اللعيبه الافارقه اللي بتيجي على نادي المقاولين، يعني الله اكبر بيجيبوا اللعيبه الافارقه اللي بتيجي في انديه الثانيه في منتصف الجدول. ممكن اسالكم سؤال؟ عارف فين يا النور؟ بيلعب فين؟ بيلعب في البنك دلوقتي. جايبينه منين البنك؟ كان فين؟ جايبينه منين؟ من الاسماعيلي. طب الاسماعيلي جايبه منين؟ من السكه. طب السكه جايبه منين؟ يا النور جاي من غانا. لا في مدرب اسمه كابتن عيد مرازيق جابه ب $4,000. كابتن عيد مرازيق طبعا مدير الفني نادي السكه حاليا، يعني هو لف ومدير فني، مدير الفني نادي السكه، مدير الفني نادي السكه الحديد دلوقتي. جابوا يا النور ده ب $4,000. السكه باعته للاسماعيلي ب $200,000. الاسماعيلي باعه للبنك الاهلي يا كابتن غنوه بما يعادل 70 مليون جنيه. فاكر لعيب اسمه لاما، كان لاما كولين لما طلع مع كابتن مدحت شلبي كان بيقول له يا كابتن انا كنت بعد التمرين، هو كان بيتكلم عربي كان صايع، ده لاما كولين ده كان صايع. نص جنيه او جنيه بجيب حاجه اكلها بعد الماتش، وقاعد في قمه الاحترام. لما كولين ده راح لعب لما كولين ده لعب مع سموحه دوري ابطال افريقيا. مهاجم زي ما بقولوا له الاتحاد لما جابه. طب الاتحاد مقتدر ماديا عن الفرق القليله قوي شويه $150,000. جايبه بكام؟ ما بقولوا له نجم منتخب انجولا اسطن اموت. فاكرين اسطن اموت؟ اللعيبه الافارقه دي. طب ما هي تيجي اهو الدنيا حلوه. لا هو بقى الاهلي والزمالك. الاهلي يعني مين يصدق يا جماعه ان سامسون بتاع السنه اللي فاتت ده سامسون اتفرج على وابراهيم انا ضاي على الاهلي عشان انا دمي ابوجو الفلوس. لا ابوجو دي انا مش راضي عنها. ايوه نجم كاموتش. يعني الاهلي جايب كاموتش كده والزمالك جايب اسمه ايه ده شيكو بنزا. ماشي يا جماعه، بس في حاجه، انا الزمالك انا شيكو بنزا يا جماعه، انا شيكو بنزا الفكره في ايه؟ ان انا برضو جايبه من منتخب، هو راجل دولي ماشي. طب انا بقى ايه الفكره اللي غلط على اللي جابه؟ اللي ما عرفش دماغه، ما عرفش هو بقى له قد ايه اساسا الفريق محتاجه ولا لا. اقول لك على حاجه عشان برضو في حته التعاقدات ده. محمد علي بن رمضان يا محمد جاي منين؟ فريق المجري. ما علينا، مش مستاهل اللي هو اصلا احنا نقول اسمه يعني، فاهم؟ عشان المجر ما فيهاش كوره. هو جاي من الترجي للمجر. تعرف ان سكاوتنج الاهلي فشل في صفقه محمد علي بن رمضان؟ ليه؟ هتقول لي ليه؟ مش كونين محمد علي بن رمضان من الترجي من بدري بالظبط. ليه بقى؟ لا هو مستحيل كان يروح من الترجي للاهلي دايركت، لان الزمالك ياخد اللعيب الاهلي. مستحيل الاهلي ياخد الترجي دايركت. كان كوبري المجر. كان هقول لك بس ايه كوبري. بقول لك طيب ايا كان الكوبري مش الصفقه اللي في تاريخ اسمه ايه اللي بيدربنا دلوقتي ده؟ يسترب. صفقه في تاريخه ده. انا ما نزلتش اللعيب علشان احميه في ماتش الذهاب في رادس. يا عم تحمي مين؟ ده لعيب دولي بياخد فلوس ب5 مليون. اكمل بس النقطه كان جايبينه عشان الماتش ده. ده كان علي معلول بيشوف اللعيبه. كان علي معلول بيشوف الانديه التونسيه، كان بيطلع نار.
اكمل والنجم الساحلي. بص انا هكمل بس هعيد بس حته محمد علي بن رمضان. الاهلي غلط في محمد علي بن رمضان ليه؟ محمد علي بن رمضان طلع من الترجي الفرقه المجريه دي، قعد قد ايه؟ ثواني بس، قعد موسمين لاعب كام ماتش؟ 74 ماتش مع الفرقه المجريه. المعدل لو هنجي من كلامك كانت 90 دقيقه هم 12 ماتش. فالراجل بقاله سنتين قاعد. يا باشا لعيبه الاهلي كلها عايزه مدرب ينزل ينفض اللعيبه دي يطلع احسن ما عندها. زيزو بقى، بن شرقي، تريزيجيه. انا بتكلم يا محمد انا بتكلم يا محمد الفرقه دي اللعيبه بتاخد فلوس كتير قوي. بالظبط، بتاخد فلوس كتير جدا. فانا مش جايب اللعيبه دي كلها عشان تاخد الدوري. اخر اللعيبه 10 كلها بقت رجال اعمال. بالظبط. لعيبه الدوري المصري انت عندك زيزو عباره عن رجال اعمال. لا زمالك ايه يا عم؟ زيزو ما كان مع الزمالك كان ستار وخليفه شيكابالا، جه مع الاهلي مستواه طبعا لسه مش افضل حاجه. اختلاف الفنيات يعني. لو بقى وقت شيكابالا لما كان مضى للنادي الاهلي كان راح النادي الاهلي، كان هيبقى مستواه وهيبقى اسطوره زي شيكابالا مع نادي الزمالك اكتر 100 مره لو كان التزم بتعليمات النادي الاهلي. لو كان، لكن شيكابالا ما حدش يختلف ان هو موضوع اسطوره. شيكابالا اسطوره. خلصت. شيكابالا عمره ما يلبس تيشيرت النادي الاهلي. هو اول تمرين اتمرنه في ستيتش لوحده بالليل بتيشيرت ابيض. مضى للنادي الاهلي. مضى يا باشا. مضى للنادي الاهلي. مضى في الزمالك وبعد كده فضل محتفظ بالفلوس. نعمل ايه؟ انا بقول لك انت بتسالني السؤال زي لا شيكابالا لا سيبك من لو هنفترض بيحب او ما بيحبش كان يا باشا وبيكلمك دلوقتي فنيا. شيكابالا لو كان في النادي الاهلي اسطوره الاهلي، اسطوره افريقيا، اسطوره مصر. لو كان هيبقى عامل اساسي في افريقيا. اتكلم كاداء شيكابالا يا جدعان. شيكابالا مش مختلف عليه. انا بكلمك اداء شيكابالا مع الاهلي زي اداء شيكابالا مع الزمالك كان هيبقى كده. كان هيبقى جامد جدا. كان هياخد دعم فني وهياخد دعم. لو كان هيخش وسط المجموعه. شيكابالا يا احمد، شيكابالا امر لعيب في تاريخ افريقيا داخل القاره لعبا برجل الشمال. طبعا احسن واحد لمس الكوره برجل الشمال. رياض محرز يا عم والله العظيم. شيكابالا قسما بالله في لعيبه لعبت في اوروبا وعملت تاريخ في اوروبا شيكابالا كان يعديهم. طب ليه زيزو بقى لما جه الاهلي من الزمالك وهو كان سوبر ستار في نادي الزمالك وكان هيبقى خليفه شيكابالا؟ الناس كانت بتتكلم على كده في نادي الزمالك مع نادي الاهلي. ربنا والله دي ربنا، عشان الراجل ده حلف في بنته كده. هو مشي. الراجل ده حلف في بنته كده. الراجل ده حلف في بنته كده قال لك والله ما مضيت وهو كان ماضي. طب اقول لك تعرف ان زيزو ماضي من بعد ماتش سيراميكا نص نهائي الكاس ما يمضي. اثر في حاجه مع الزمالك هو ماضي. ما انا بقول لك اثر في حاجه مع الزمالك. انا جاي اصلا مش يعني معلش يا عم بس في الحته دي انا اسف. لو عايز توجه لي سؤال عن الشخص ده انا مش هجيب اسمه. لو انت عايز توجه لي سؤال عن الشخص ده لا ليه كل احترام والادب. ليه كل احترام والادب الاهلاويه. ولا يكلمني لو هو وحش. اسمع بس يا باشا، انا بتكلم اللي عايز توجه سؤال لزيزو وجه له محمد، ما توجهلوش انا. باشا زيزو عقده ما خلصش عشان تحكم لي. انا مش هتكلم على الشخصيه دي. انا مش هتكلم على الشخصيه دي. حر في اختياره وحر في كلامه كواحد من الجمهور. انا مش هتكلم. انا حاسس انا لو هنتكلم كجماهير انا هحس طبعا واقدر شعوره جدا. انت رمضان صبحي ولا راح الزمالك ولا راح بيراميدز قال لك ده خاين ومش عارف دلوقتي زيزو دلوقتي عايز جاي يعمل رمضان صبحي مع الاهلي. لا يا باشا، والحركه اللي عملها كابتن عبد الله، خلينا نقول كابتن يعني لا هو كابتن عبد الله مش ابنك اصلا. رمضان هو اللي ابنك. انا ما قلتش ابني. وزيزو يعتبر في الكره المصريه ابني. يعني زيزو في الكره المصريه ابني. ما لعبش في مصر غير في ليه؟ راجل كان من اكاديميه GMG وبعد كده راح نصر المدينه، بعد كده راح لماليزيا البرتغالي، بعد كده انا جايبه اقسم بالله العظيم امير مرتضى منصور. زيزو لما جه يمضي لنادي الزمالك واحد من السكيورتي ده خرج يجيبه عشان ما كانش حد عارفه. ما حدش كان يعرفه في مصر. زيزو مين كان يعرفه في مصر بالظبط غير اهله بس والفريق اللي بيلعب فيه. ولكن ماشي خلينا بس نعدي الحته بتاعت زيزو او اوجه كلام محمد عشان ما توجهش كلام. طب انت دلوقتي مين في نادي الزمالك ممكن يعملها ويروح الاهلي؟ انا ممكن دلوقتي مين من لعيبه الزمالك الموجوده حاليا ممكن تعملها وتروح الاهلي؟ اختار واحد كده. انت قول. انت اختار. لا اختار انت. انا مش هختار. اختار انت يا محمد. سؤال ايه معلش؟ مين من الزمالك دلوقتي ممكن يروح الاهلي؟ تاخد ال 30 لعيب. الزمالك يبقى زمالك. ممكن يعمل الحركه دي. الزمالك يا كابتن احمد، الزمالك يبقى زمالك. انا اي حد عايز يروح من الزمالك للاهلي اتفضل. انت في لعيبه عايزه من الزمالك حاليا؟ لا هو كان نفسي فتوح يكون
يعني مستحيل. كشخصيا احسن من كده عشان اقدر بس هو كان مساوم ساعتها، كان ممكن ولكن- يروح الاهلي. لا مستحيل. ولكن لا ممكن يروح الأهلي. لا مساوم. ولكن لا هو فتوح زملكاوي لا. كده كده اصلا. طب ما زملكاوي. كابتن صبري رحيل كان بيلعب معانا في الاهلي، عمرنا شفنا له مشكله، عمرنا بنفتكره غير بالخير، وكان زملكاوي وكلنا عارفين ان هو زملكاوي. لا صبري رحيل لما كان لا صبري رحيل لما كان في المقصه والزمالك جو من المقصه. صبري رحيل اهلاوي قبل ما يجي الزمالك. لا انا بقول لك اهو اهلاوي قبل ما يجي الزمالك، من الناس مقربين من صبري رحيل. ما انا في واحد حلف لي ان بركات زملكاوي، وبركات نفسه طلع قال يا جماعه والله العظيم هو في خلاص فرق بقى ما محسوب. بين ان العيله، وفي فرق ما بين ان انا بشجع مين وما بشجعش مين. ما احنا نعرف ناس كتير بيوتها كلها بتشجع يعني احنا مين ممكن وهو نشوف بيشجع مثلا مين. حسين الشحات او مروان عطيه في لا الزمالك. حسين لا، الشحات صعب. لا حسين الشحات ده دمه بينزل اهلي من التالتة بصراحه، يلعب. دمه الاهلي. يعني ده بينزل من الثالثه شمال يلعب في انت عارف مين اللي اكتشف مروان عطيه؟ مين؟ مين؟ جده. محمد ناجي جده. لا جده فيريرا هو اللي قال لمرتضى منصور منصور ده يبقى احسن لعيب في افريقيا، ورحنا جبنا مروان عمرو السيسي عطية؟ مكانه. طبعا ايام الاتحاد. فيريرا هو اللي اكتشف مروان عطيه. طب بس طاهر مروان ممكن عطية- يروح الزمالك؟ نعم طاهر مش مشكله بقى خلاص بلاش. مش عايزين حد منهم، انا مش عايز حد من النادي الاهلي. التسويق رامي صوت دلوقتي. انا مش عايز حد من النادي الاهلي اساسا. طب ما تاخد كاموش، يا عم كاموش ايه ده؟ اعاره هيرجع الفرقه بتاعته. رجعوا يعملوا صفقه تبادليه، هو الاهلي ياخد شيكو بانزا وهم ياخدوا كاموش. لا السؤال الاهم يا كابتن في الحته دي، هل كاموتش ده لعيب كوره اصلا علشان تقول لي يروح الاهلي ولا الزمالك؟ بغض النظر ان احنا لبسنا دي من الكوارث ما هو 6 شهور ما انت ما لبستش قوي. هو ما رضاش نص يلعب لبسة. برضه عشان ما لا، انت يشتريوش. لبست نص لبسه بس. لا يا كابتن ده ربع لبسه يا كمان. كابتن لا ما ينفعش، ده ما ينفعش نقول عليه لعيب كوره يا كابتن. طالع لوحدك في نص ال6 يارد وطالع عشان تركب الكوره تعملها كده لعيب ايه؟ لا طب يا كابتن احنا لو جبنا بتزيرة. اي اصغر مشجع من على القهوه هيحطها. بتزيرة ممكن يروح الاهلي ازاي؟ لا ما اعتقدش. بقى ازاي يعني؟ ما قول لي أعتقدش. في الكوره عادي. ازاي الكوره عادي؟ ما الراجل عقده ممتد معايا 4 سنين، لعب موسم وناس 3 مواسم. لا غير كده حتى هيروح لو ازاي؟ ليه شرط. اقول لك على حاجه يا باشا، اقول لك على حاجه. الاهلي مش هيروح يعمل الحركه دي. اقول لك على حاجه يا عم، اي لعيب في نادي الزمالك عايز يمشي. اي حد لبس تيشيرت الزمالك هو اللي اضاف له، وما اضافش حاجه. اكلمك بقى في حته مهمه، الاهلي مش هيكرر اللي حصل تاني. ليه؟ لان الاداره حاليا بقى لها فتره ودي حاجه مضايقاني. الاداره ماشيه بصوت السوشيال ميديا. يا جماعه السوشيال ميديا ده بني ادم قاعد في بيته، ولا هو قاعد مع الفريق، ولا هو يفهم كوره بشكل زي الناس اللي محطوطه في المكان ده. على كلامه اللي بيجيب 4 تجوان بياخد 20 مليون. يا كابتن ما انا بكلمك بقى في حته، انا بكلمك في حته صح دلوقتي. بقول لك ان اللعيبه دلوقتي او الناس دلوقتي اداره الاهلي بتمشي شويه بتراضي الجمهور. لا حضرتك شوف الصح فين واعمله، وانا معاك. انا حاسبك اخر الموسم. يعني يا كابتن احمد انت عارف ان انا دايما بعترف في حته ايه اقفل الموسم بعد كده نشوف اللي جاي ونتحاسب في القديم، ونشوف اللي جاي ونتحاسب في القديم. انت لو هتصفي من الاهلي عايز مين يمشي؟ عايز مين يمشي؟ لا احنا نقعد بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف. يعني اديني اسماء سريعه مثلا عندك من المحترفين، عايز مين يمشي من المحترفين في الاهلي؟ من المحترفين احنا طبعا قلنا في واحد مش لعيب كوره اصلا. ماشي كامتش خلاص باي. يعني كنت اتمنى ان اليو ديانج يجدد. فهو ما اعرفش بقى الموضوع. فالنسيا خلاص. هو مضى خلاص رسمي. فالنسيا خلاص. ان هو مضى. يعني هو مضى. زعلان ان هو مضى. مين تاني؟ محمد علي بن رمضان. محمد علي لا يعني تحاول يا كابتن. انا نفسي اشوف مدرب قوي علشان احكم على اللعيب ده. ما انا عايز مدرب قوي يبين لي اللعيب ده عنده ولا ما عندوش. اللعيب ده حريف جدا، قوي جدا، ليه شخصيه في الملعب، لسه بس صغير. واقع. بس واقع 25 سنة. الولد يا كابتن واقع. طب يوسف بالعمري لا يعني ان شاء الله يجي منه. لا هيجي منه. لا يوسف لاعب كبير. لا يوسف كويس. يوسف حلو. لا يعني يوسف شايف ليه لمسه كوره يا جدعان. هو باك الشمال، اللعيب اللي بيلعب برجله الشمال ده، يعني لو هنقول مثلا زي كابتن شيكابالا، اللعيبه دي حريفه. ايه ده؟ لا ثواني بس انت بتعمل ايه؟ لا اقول بتقول ايه؟ لا ما تقولش انت عايز. اللعيبه اللي بتلعب لعيبه مين؟ اللعيبه اللي بتلعب شيكابالا في حته والناس دي كلها في حته ثانيه. لا انا كنت هادي بقى. يعني انت عديته على الرياض. شيكابالا ما يتقالش بحد. طب نهدى لا ما يهداش. ماشي ما ينفعش يقول له مش قصده. لا قصده. لا تاريخه ايه؟ لا انت يا عم احمد الحلقه دي ما تجيبش سيره شيكابالا. اقول لك تاريخ شيكابالا. كمل. شيكابالا شيكابالي زي ما احنا عارفين. يعني يعني مش شيكابالي يعني ان شاء الله. خلاص بقى مش لازم كمل يا كابتن احمد. انت عارف لا ما تروحش في حته ثانيه. الراجل اكتر لاعب في تاريخ نادي الزمالك واخد بطولات 19 بطوله عادي جدا. اكتر لاعب في نادي الزمالك عمل اسيستات شيكابالا. ما شاء الله. ما شاء الله. الله اكبر عليك. تيجوا معايا نركب الطياره ونروح اوروبا. نروح اوروبا. رياض محرز اللي واخد دوري ابطال. لا نروح اوروبا بجد. عشان هو كان بيلعب برجله الشمال. نروح اوروبا بجد. دوري ابطال اوروبا. دوري ابطال ابطال اوروبا. ايه الكوره دي يا جدعان؟ يا موضوع ايه الكوره دي؟ ايه الكوره دي؟
لا بس في حاجه انت مش بايرن واخد بس بالك منها يعني ماتش بايرن وريال مدريد في انا ومحمد على حاجه في الحلقه دي بقى ايه بقى؟ انا بشجع الارسنال وهو بيشجع الارسنال يكون في عمق. انا مدفعجي من منظور قدم يعني. ده انتوا يعني احنا جماعه جمعنا اهو حاجه ما بينهم مشتركه. شوف الصراع ده طلعوا الاثنين بيشجعوا ارسنال يعني في ماتشات ارسنال منك كانوا لله الاثنين قاعدين جنب بعض. هتضيع لنا الدوري بكره. بس هرجع اقول لكم يكون في عمقكم بصراحه هو يعني لا، بيشجع يعني ارسنال يكون في سنتين مركز تاني بيضيع الدوري في اخر 10 ماتشات. السنه دي اهو السنه دي يا فيها يا ما فيهاش ماتش خالص بعد هيحدد. كده. لا هو ماتش السنه السيتي. دي يا فيها يا ما فيهاش غير بعد 25 ما انا سنه بكلمك في كده، يا فيها السيتي. السنه دي يا ما فيهاش بعد كده. عندك ماتش السيتي هيحدد كل حاجه انا هقول لك بقى لان السيتي لو كسب ارسنال القصه وخلاص مش في المكسب يا جماعه أقول مش هو. القصه مش في المكسب بتاع مين يكسب ومين يخسر. جوارديولا يا جماعه خلاص هو خد الثقه. خد الثقه بس مش هو محتاج. جوارديولا تقريبا ماشي. انا بتكلم على جوارديولا لسه تقريباً محدش ماشي. حد يعني لسه بيتفقوا معاه. انا بتكلم في جوارديولا السنه دي كاول السنه بدا وحش جدا جدا جدا. تعالى بقى السنه دي وكمل في نص الموسم وحش. لسه كسبان تشيلسي. لسه كسبان الكاس الرابطه من الكاس ارسنال من اصلا مننا مم. تمام 2-0. لسه كسبان ليفربول 4-0 نتيجه كارثيه. لا هو السيتي فالسيتي ستيب باي ستيب خد خطوه بخطوه دخل بدا يدخل الموسم بتنافس. خلي بالك ده السيتي السنه دي هياخد ثلاثيه تاريخيه وانا بقول لك اهو لو ما خدش الدوري هياخد ثلاثيه تاريخيه. لو خد كاس الرابطه وخد الدوري. والاف اي كاب ممكن ياخد الاف اي كاب تمام وممكن ياخد الدوري ياخد ثلاثيه تاريخيه. السنه دي السيتي ناويها بس هتبقى بس دي انا بتمنى دي جلطه دي هتبقى جلطه يعني خلاص مركز تاني للموسم الثالث ويكون راكب الدوري وفي اخر 10 ماتشات تبدا تنقط وتخسر. احنا ما خدناش دوري بوزيل واليكس سانشيز ويعني ايام ارسن فينجر. انا خد يعني من اللعيبه اللي معانا دي بس يعني ما انت كنت خلاص انت قريب كنت بقى ما كنت ماسك عارف انت شايف درع الدوري هناك وبتحاول ان شاء الله بس استاذ ارتيتا ده بس عشان ايه الماتش اصلا بتاع انت- الماتش بتاع كابتن، سبورتنج لشبونه. انت متخيل يا كابتن ان احنا نكسب الماتشات كلها اللي بعد السيتي دي حتى اذا كسبنا او خسرنا من السيتي؟ ارسنال هتعمل ايه قدام السيتي؟ مش عارف هو مش عارف الماتش يا بجد كابتن، ارتيتا بقى ارسنال قدامها فرصه تكسب دوري أنا بتكلم في ودوري كده. ابطال الفكرة يعني وصل في سيمي حاجة. فاينل الفكرة في حاجة. دوري أبطال أوروبا. النص الثاني من يعني الفكرة في حاجة إن أرتيتا- انا بتكلم على الفرصه ان ارتيتا بجد 5 ماتشات يا جماعه بقاله 5 مش متعودين ما سنتين بيكسبش. سنتين بقاله 5 ماتشات ماتشات كده. بريتفورد الماتش اللي فات هو بريتفورد بقاله 10 ماتشات ما بيخسروش ايه اللي حصل لهم يلا بقى بجد والله. يبقى 11 على الارسنال يعني حاجه يعني بجد صعب جدا صعب غير كده جدا صعب جداً. روح الانهزام لو وصلت للعيبه مش هتعرف تشيلها منها تاني خلاص. انت كابتن وصلت بقى لمرحله ان انت فعلا انت متصدر لحد اخر شهر في الدوري. كابتن انت- مارتينيلي هيوصل لهم هو كابتن مارتينيلي والله العظيم جابرييل مارتينيلي على قد ما هو يعني طلع عينينا بس ليه كام لقطه يعني ماتش هو لعيب بس مش لعيب ما تفهموش انت مش فاهمه. انت تعرف ان يورجن كلوب لما كان بيدرب ليفربول وشاف شاف مارتينيلي وهو لسه جاي ارسنال جديد كان لسه شاب كان عنده 18 سنه قال لك ده موهبه القرن اللعيب ده موهبه القرن. انا ما اعرفش كابتن يورجن كلوب كان شايف فيه هو يعني تقريبا كان شايف سريع نضاره وخفيف وبيعدي كان قلع النضاره باين او بس الكاب كان واقع على عينه شويه. كابتن يورجن كلوب بيشرب كتير بيشرب بيشرب 7 كتير هو نفسه هو بيشرب كتير يعني مش ألماني. 7 اب بيشرب 7 اب لا والله ده مش ما انت والله كده مش عارف قال ان مارتينيلي ده موهبه القرن. لا آه. الكلام ده كان في القرن اللي فات في القرن اللي فات يعني احنا دلوقتي لو عايزين في مصر هنا يبقى عندنا كوره زي اللي احنا شايفينها في اوروبا دي نعمل ايه؟ بص المغرب عملت ايه في جميع الفئات العمريه وحاول تطبق بدل ما انت كنت انت اللي زمان بتعمل الكلام ده بقى غيرك اللي بيعمله وانت مش عارف تعمله. ارجع اقول لك تاني بقى هو اتكلم في نقطه كويسه قوي بتاعت براعي المناشئين والكلام ده كله. انا من وجهه نظري الموضوع ده مهم جدا زياده بقى يعني اعمل عليه ايه عشان يتنفذ. سي مثلا لعيب عندي في نادي الزمالك او في النادي الاهلي بياخد مثلا يعني هو في العقد 20 مليون جنيه. لا ليه ياخد 20 مليون جنيه؟ لا ياخد 10 بس. طب ال 10 الثانيه دي فين؟ ال10 الثانيه دي يبقى اجيب 10 من ده و10 من ده. لا انا اخصم لك يعني الفلوس اللي اللعيبه بتاخدها مثلا دلوقتي دي انت شايف ان هي ما ينفعش تاخدها؟ اكمل لك طيب بقى اكمل لك يعني مثلا توتالي مثلا 10 لعيبه من النادي الاهلي و10 لعيبه من نادي الزمالك سوبر ستار بياخدوا كام؟ كل واحد بياخد افريج مثلا 20 مليون. لا يا باشا كده كام 200 مليون 200 مليون كده 400 مليون. لا يا باشا انا هعمل ايه بقى؟ اخد لا هاخد 15 هاخد 5 مليون من كل لعيب. انا مش هاخده منه هو لا انا هاخد مثلا 200 مليون مثلا يبقى ال 20 في 5 ب 100 تمام. اخد ال 100 دول 10 ال 50 مع الاهلي و50 مع الزمالك اطور قطاعات الناشئين في تحت وبراح يا باشا ادي الولاد فلوس ادي الولاد الصغيره واغذيهم كويس طب واجيب لهم مدربين كويسين ماشي. والكلام ده كله. لا مش انا اقول لك على حاجه انت العيال دي عارف لو تعرف خدت يا احمد انا فلوس- مدرب
الناس دي الكباتن بلاش نقول كلمه. طب اقول لك على حاجه، الشباب دول لو خدوا فلوس لا. في مصر انا ما بتكلمش فلوس، انا ما بتكلمش فلوس يا محمد ثواني، انا بتكلم على القطاع نفسه. على الاقل الولد ياخد 2000 3000 جنيه يروح يجي بيهم. يتعمل مثلا اكاديميه زي اكاديميه محمد السادس مثلا. لا 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 القصه مش كده، لا مش تحصل، مش هتحصل في مصر، مش هتحصل في مصر عشان احنا بلد كتير، احنا عددنا كتير. فانا بتكلم في فكره ايه، دي ميزتنا. طب هقول لك اكمل بس في النقطه دي، اكلم في النقطه دي. انت تعرف يا احمد انا مدرب، انا المدرب بيبقى شغال موديل وشغال في اكاديميه الاهلي وشغال في اكاديميه خاصه وشغال برايفت، ليه؟ عشان يقدر يعيش حياه مستقره. انا بعمل كده، انا شغال في اكاديميه وشغال في 2 وشغال في برايفت وشغال ليه؟ عشان اعرف اجمع اخر الشهر حاجه على الاقل تعيشني، على الاقل تعيشني حياه متوسطه وحياه كريمه. لكن انا نفس موضوع الحكام، لكن انا بتكلم في ايه؟ ان حتى مدربين النادي الاهلي ونادي الزمالك يا جماعه، مدربين قطاع الناشئين في نادي الزمالك ما بياخدوش فلوس، ده اولا. طب مدربين في النادي الاهلي بياخدوا كام؟ 7000 جنيه و8000 جنيه. هيعملوا ايه؟ هيطلع لي يا جماعه، هيطلعوا لي ازاي؟ سنه مورينيو لما كان ماسك مانشستر يونايتد كان بياخد كام؟ كان بياخد في السنه حوالي 12 مليون باوند بس، او 18 مليون استرليني. كان تاني اغلى مدرب في النادي في مانشستر يونايتد بياخد 9 مليون استرليني. كان ايه؟ كان مدرب ال9 سنين في مانشستر يونايتد. ليه؟ عشان ده اهم مدرب، عشان ده اللي بيطلع تحت، ده اهم مدرب، ده اهم مدرب في النادي بعد مورينيو. انت سقيت الزرع صح في فرق الاقتراح بالظبط يا كابتن. بقى اكلمك بقى في حته مهمه جدا، انت جوه المنظومه. انا بقى اكلمك بصفتي كمشجع وكمتفرج. الجهاز الرياضي في مصر من اوله لاخره بقاله 10 سنين واقع او اكتر. 10 سنين او اكتر، ده من ايام الكوره اتعمل. ما انا بقول لك او اكتر. بس الفكره في ايه؟ يعني حاليا الحمد لله تم تغيير وزير الشباب والرياضه. اتمنى من الوزير الحالي كابتن جوهر نبيل ان هو يعني يهتم بموضوع الكوره في مصر والقطاعات الناشئين كلها. المغرب هتلاقي، اتفرج على المنتخب الاول، اتفرج على المنتخب الاولمبي، اتفرج على الناشئين، اتفرج على الصغيرين خالص اللي كسبوا كاس العالم من الارجنتين في تشيلي الاخراني. لا العيال كلها بتلعب نفس اللعبه بالظبط، نفس اللعب بنفس اسلوب اللعب. ليه بقى؟ ارجع اقول لك ليه. في الحلقه اللي فاتت قلت لك ايه؟ اغلى لعيب في الدوري المغربي بياخد $500,000 بس يا باشا. كابتن طارق افتح مصطفى الاحتراف في مصر يا كابتن. افتح كابتن الاحتراف طارق للعيبه من وهي صغيره في مصر. كابتن طارق اللعيبه دي هتتعلم الكوره صح لما تطلع تعمل معايشات بره. احمد ابعت اللعيبه بره. كابتن طارق مصطفى طبعا عارفه، طبعا كان ماسك فرقه اسمها حسينيه اغادير. عارف كان جايب لعيب برازيلي، كان جايب لعيب برازيلي في حسينيه اغادير، كان جايب لعيب في حسينيه اغادير وتصعد معاهم بيلعبوا كونفدراليه مركز رابع في الدوري المغربي قدام بقى المغرب الفاسي والوداد والرجاء والجيش الملكي، صعد معاهم كان بياخد كام؟ لعيب برازيلي جايبه بيلعب في حسينيه اغادير بياخد كام في السنه كلها؟ $42,000. $42,000 ده مرتب شهر على كلام في الدوري المصري. على كلام كابتن طارق مصطفى. اللعيب قبل ما يجي عارف ان هو رايح دوري الاسعار فيه ماشيه كده. عشان كده بقول لك كلمه السوق بيحكم دي مشكله. انت اللعيب اللي بياخد 50 مليون السنه دي مش هتعرف تجدد له السنه الجايه لو هو سنه يسمح ومستواه يسمح. مش هتعرف تجدد له الموسم الجاي ب 40 مليون، لا هتجدد له ب 60 بالظبط. ما هي دي بقى مشكله الكوره حاليا في مصر. عدي الحته دي بص يا عم، عشان لو قعدنا نتكلم في الموضوع ده احنا كنا لسه قاعدين في اوروبا اصلا، احنا لسه ما رجعناش. فتعالوا بقى نركب الطياره ونرجع تاني بلدنا. كابتن احمد احنا سافرنا كتير قوي، ما يعني تور حلو، تور جميله. الجوله الجايه توقعاتكم ايه؟ الاهلي باي، الزمالك وبيراميدز. يعني نتوقع الاول من عند كابتن محمد. توقع ولا تمني؟ توقعك الاول ايه؟ توقع عشان هتكلم انا. ما انا توقعك الاول ايه؟ في حته الفنيات بتاعت الماتش. توقعك تعادل او 2-1 لفريق من الاثنين بس. انت تتوقع ايه؟ اتوقع ان بيراميدز يكسب 2-1 عشان بيراميدز هي في دماغه دلوقتي انا مش هينفع اكون بطل افريقيا وما العبش افريقيا السنه الجايه. تتمنى ايه بقى؟ فانا دلوقتي اتمنى تعادل الاثنين يخسروا نقط واجي انا اخد مع ده واخد مع ده واعدي انا بقى اشوف الدنيا فيها ايه والحسابات رايحه فين وجايه منين. ده التمني. التوقع بقى زي ما قلت لك 2-1 لبيراميدز. 2-1 لبيراميدز. وانت يا كابتن احمد؟ بصوا ان شاء الله يعني نقدر نحقق نتيجه ايجابيه اللي هي الفوز. بس انا برضو بقول لك اصل هنكسب 2-0. ده توقعك ولا تمنيك؟ توقعك الاول. يعني توقعي الاول. خلينا نقول توقع الاول. توقعك الاول. ان شاء الله الزمالك يكسب 2-1. يكسب 2-1 ان شاء الله. عكس كلامه. انا هقول لك بس تمنيك. لا هو بيقول لك هو تمنيك هو توقعك 2-1. هكلمك في حته. بص الفنيات
نادي الزمالك في ماتشين. انا هقول لك بقى، انا هتكلم وفنيات بيراميدز اللي اللعيبه عنده الله اكبر جباره. طب انا هقول لك بقى، ما هو بيراميدز بتعادل عايز تكسب بيراميدز الماتش عشان هو ماتشك انت، عايز تكسب بيراميدز، حته معينه، عايز تكسب بيراميدز سيب له الكوره، سيب له الكوره سيب له واعمل الكورة. هجمات مرتده عليه. عايز سيب له الكورة الزمالك على يكسب، التحولات. خليه يسيب الكوره. عايز الزمالك خط يكسب الدار، خليه يسيب الكوره. خط ده اللي أنا الدار، شايفه. خط الدار بتاع بيراميدز مش سبرينتر. عندك احمد سامي، عندك علي جبر، فانت عندك أسامة بيتزيرا جلال، سبرينتر حلو بالظبط عندك عندك محمود مرعي. فالاربعه دول هم مش سبرينتر اساسا. فانت عايز تكسب بيراميدز، الزمالك عايز يكسب بيراميدز الماتش اللي جاي، يلعب على التحولات ويسيب له الكوره. يخليه انا يطلع كده بالكرة نازل، لقدام. قلت لسه انا هنزل انا كزمالك نازل باريحيه، بافضليه بنقطتين على بيراميدز، بانبساط نازل تأهل بشخصيه نهائي. البطل. بشخصيه البطل انا متصدر الدوري، بشخصيه افريقيا اللي انا واصل لنهائي افريقيا. لازم الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك تظهر شخصيتها الحقيقيه اللي بقى لها فتره ماشيه عليها قدام نادي بيراميدز. اقول لك على حاجه من الحته بقى الفنيه بتاعت معتمد الجمال، سيب لبيراميدز الكوره، سيب يا كابتن يا كابتن معتمد الجمال البيراميدز الكوره والعب على التحولات. اشبهه لك بماتش برشلونه واتلتيكو في الدوري بتاع الاثنين واحد. برشلونه عمل ايه؟ اتلتيكو تحولات هجوميه ساب لهم الكوره، ما عرفوش يعملوا بيها حاجه، كسب ومتصدر الدوري دلوقتي. وتاني يوم الريال اتعثر، فخلاص احنا يعني بنسبه 90% قلنا برشلونه بطل الدوري ان شاء الله. فهتلاقي دلوقتي بقى ايه، بص على الماتش بتاع بيراميدز والزمالك وبص على ماتش برشلونه واتلتيكو، نفس الكلام بالظبط. سيب الكوره للفريق اللي ما بيعرفش يلعب. لا بس في حاجه، بس في ثانيه بس، هو فكره ان انا اسيب الكوره بلس ان انا انت بتلعب على التحولات الهجوميه. لسه اقول لك بقى، ما هو ثواني بس، الجول اللي جابه بيزيرا في ماتش الذهاب بتاع شباب بلوزداد ده تحول. طب اقول لك على حاجه، انا بتكلم فكره ايه برضو، فكره التحولات الهجوميه دي مش اي حد يلعبها. فريق متماسك دفاعيا، وده اللي الزمالك عامله الفتره الاخيره. نفسيه الزمالك احسن. تعالى بلوزداد 0-0 نهائي. انا هجيب لك كذا ماتش. شوف الزمالك دخل فيه كام جول، مش هتلاقي جول كتير. بلوزداد 0-0، بلوزداد 1-0، اوتو 2-1 ادي كده جول. كايزر تشيفز تمام 2-1 ادي كده جول. ايه تاني؟ ماتش الدوري بتاع اول ماتش المصري 4 جول. يعني انت بتتكلم في 5-6 ماتشات الزمالك 6-7 ماتشات الزمالك ان هو اللي بكسب بيه الزمالك عنده غرازه تهديفيه كويسه وفي نفس الوقت متماسك دفاعيا. فانت شايف ان الزمالك سيب لبيراميدز الكوره. لو فتحت الملعب لبيراميدز الحته اللي قدام كلها مهاريين. بس ما تنساش ان اللعيبه بتاعت بيراميدز برضه وهي معاها الكوره خطوره. يعني انت متماسك دفاعيا، انت متماسك بالمنظوره. يقول لك بيدفع الكوره بالمنظوره. انت متماسك يعني يسيب الكوره لبيراميدز ويبقى واثق في المدافعين، ولا ياخد الكوره من بيراميدز ويثقش؟ لا بس خلي بالك، ما هو التحولات انت ممكن تعمل زي ماتش برضه الدور الاول اللي انت ممكن تعمل هجمات خطيره على بيراميدز وتروح اكتر منهم. يعني احنا الكلام كله اللي كابتن معتمد سيب لبيراميدز الكوره. قبل النص محتاج في الماتش ده التوفيق. لو ربنا وفق الزمالك هيكسب. توفيق بس مش توفيق بس. لا توفيق بس. انت بيراميدز انت ما تقارنش فنيات لعيبه بيراميدز بفنيات لعيبه الزمالك، هتلاقي في تفوق لبيراميدز. عمل بس كأزا تيم الزمالك اعلى الفتره دي. عمل ميركاتو كأزا تيم الزمالك اعلى كأزا تيم. الكلام كتر على يوريتيكش ان هو هيمشي، فدي مصيبه ثانيه ان اللعيبه نفسها خلاص مش فارق معاها. يوريتيتش ده انا نفسي خايف عليه كل ماتش. هل الزمالك والله العظيم بجد نفسي في يوريتيتش يجي. لا انا ببقى خايف عليه كل ماتش ده. ضغط جماهيري زي اللي متعرض له بيراميدز. لا فاللعيبه هنا انا بكلمك على نفسيه اللعيب. انا اللعيب ولا حد هيحاسبني ولا اداره هتخصم مني ولا حد هيعمل لي حاجه، ومدرب ممكن يمشي. هو نفسه يوريتيتش مدرب عظيم. المدرب هو بامانه مدرب عظيم بيعمل شغل. بس هو مدرب انا ببقى كل صاحب حق كل ماتش بعيدا بقى عن الدوشه اللي بيعملها والشو اللي بيعمله والحاجات اللي هي الشو ده كل ماتش قسما بالله بخاف يقع على الخط. ماسيميوني بيعمل لا مش كده، لا هو مش طبيعي في النهائي والله ما طبيعي. يوناي امري في النهائي مع اشبيليا، نهائي دوري اوروبي مع اشبيليا، جاري 7 كيلو على الخط. عملوا له احصائيه ليه لوحده 7 كيلو عمال بيجريهم في الكام متر اللي واقف فيهم لوحده. احنا خسرنا امري ده في ارسنال. هو جه ارسنال عمل نفس اللي عمله ارتيتا ومشي. لا انتوا جايين في اخر الحلقه تتفقوا. انا مش هينفع معاك الكلام ده. احنا هنقفل الحلقه، شوف حلقه جديده نهبد مرتده. خلاص كده جايين تتفقوا اخر الحلقه. انا ماشي.